الو الو، حنا على المباشر مباشرة. تصور تكون على المباشر وماشي مباشرة. آه، اهلا بالغليمي. تيسميوك عرفتي العدو رقم واحد دابا، فهمتي؟ انت هو الانمي نمبر 1 ديال خوتنا المجاهدين. فهاد المباشر باش تعرفوا، باش ندير غير واحد توطئه، تعجبهم هاد السميه ديال التوطئه. واضح. الكونيكسيون راه على قد الحال، يعني لو وقع شي مشكل غير سمحوا لنا. حتى الماتيريال على قد الحال، صبروا معنا. ولكن للضروره احكام، وهذا المباشر تنظن كان خصو يدار. كلكم تتعرفوا بان الزوبعه اللي وقعت مؤخرا بسبب هذا المارق من المله اللي حداكم، فناضت الزوبعه كبيره. انا غنهضروا عليها اليوم، وغنحاولوا اننا ندخلوا بخيط ابيض بينات، يعني الظلام والظلام، ندخلوا شويه ديال الخيط الابيض، ونحاولوا اننا نقادوا الامور، ونشوفوا شكون اللي عنده الحق، شكون اللي ما عندوش الحق، شكون اللي تجاوز الحدود، شكون اللي ما تجاوزش الحدود، شكون كيفاش نقدروا نهضروا بادب وما كاين حتى شي مشكل. الناس اللي تيطلبوا واحد خونا في التعليقات تيقول لك بغى معك مناظره. اخر واحد يطلب المناظره هو هذاك خونا. علاش؟ لانه انسان وقح، سباب، شتام. فما يمكنش يعني اي واحد عنده ذره من الاخلاق انه يدير مناظره مع واحد تيسبو تيشتمو باحقر السباب والشتم وداك الشيء. نو، يمشي يهذب الاخلاق ديالو، يمشي قاد راسو، وديك الساعه مرحبا به، فهمتي؟ هكا تتكون. وما تنظنش ان الغليمي غيبغي يدير معه مناظره. نمشى ولا الرقمي، نمشى الرقمي انا وسطيك هذاك. وي وي، انا عارف. لذلك هاد الناس هادو انا لا يعني، الاخلاق ما عندهاش علاقه بالايمان والالحاد، ما عندهاش علاقه بالايمان والالحاد. الاخلاق تقدر تكون مؤمن وقح ولا اخلاقي، وتقدر تكون ملحد وقح لا اخلاقي. للاسف هذا خونا هذا من الجانب المؤمن وقح لا اخلاقي، اذا لا يستحق حتى حوار، فما بالك مناظره. اوكي الغليمي، مرحبا بك معنا، مرحب بالخوت اللي جاوا يتفرجوا. اهلا صديقي نوستيك، حيا الله الاخوه والاخوات الموجودين. فنتمنى اليوم نديروا واحد الخيط ابيض، الخيط الابيض اللي مخبي. وراك لي على لي يا صاحبي الخيط الابيض. الخيط الابيض. فشكرا لك نوستيك على فوالا، الوقيته الزوينه، طلونسا. جميل طلونسا اخويا. اوكي. الناس اللي ما فاهمين والو تيقولوا اش واقع، اش من خيط ابيض، اش من خيط كحل، اش من خيط قهوي. اللي واقع هو ان خونا الغليمي في واحد الاتصال اتصل بالشيخ ياسين العمري وساله سؤالا. سولوا سؤال، قال له، يعني اتصل به قال له يعني بواحد الطريقه لا اخلاقيه. قال له قال له انا يعني هضر معايا واحد الملحد، سولني على شنو هي دلائل النبوه، ووقع واحد الحوار بيناتهم، واحد الدردشه بيناتهم. وهاد الدردشه اللي وقعت بيناتهم للاسف الشيخ ياسين العمري ما عطاش جواب صريح ولا ديريكت ولا هادي. ما تنظنش ان الشيخ العمري ما عارف حتى شي حاجه على دلائل النبوه، ولكن خلال الحوار ما كانش باغي يدير حوار، يعني خلال المكالمه ما كانش باغي يدير حوار، هو كان باغي يهضر والسينابيل اللي ما تيتصنتش يتصنت. هادشي اللي كان باغي. فكان باغي بحال اللي كان باغي يخطب، باغي يهضر، يعني باغي يعبر، وانت خاصك تقول له السمع والطاعه وتسمع وهادي وصافي، وفي الاخر تقول امنت بالله ربا وبسيدنا النبي نبيا، وسالت الشبهه. فحيت صحيح. الغليمي بيان سور ماشي مؤمن، فهو بقى تيتحاور معاه، قال لي كيفاش، قول لنا من هنا. فكل شيء كان داير على دلائل النبوه. شنو هو السؤال اللي سولتيه بالحرف عاودوا باش الناس يسمعوا؟ هو سولته على شنو هو الدليل اللي قدمه سيدنا محمد على انه تواصل مع خالق الكون ولا تواصل مع الله. هذا هو السؤال اللي كان محوري، غير هو تكرر بصيغ اخرى، لان يا هو ما فهموش، وغالبا ما فهموش، لان ما كانش كيتجاوز المطلوب وكيمشي ينقز على الخالق. هو في الاول واش مؤمن بالخالق، توي زيد شنو هو دليل الخالق محمد على انه تواصل مع الخالق هذا. فكيوي ما كاين حتى شي حاجه في الوجود محطوطه بلا حكمه. يا ودي الله يهديك، راك نقلبوا على دلائل النبوه. شنو هو الدليل اللي قدمه سيدنا محمد على انه تواصل مع خالق الكون؟ فهذا هو السؤال اللي بقى كيتكرر، وللاسف ما جاوبش عليه، وما جاوبوش عليه حتى الناس اللي ردوا من بعد. راه ما كاينش جواب صراحه لحد الساعه، ما كاينش جواب، والسؤال مازال قائم. هو هذا الشيء اللي بغينا نهضروا فيه يعني بخيط ابيض، وبلا من انا شفت بعض الردود ديال شي وحدين، وشي وحدين انا اول مره شفتهم، يعني هذه واحد الحاجه مزيانه درتيها، هو ان خرجوا شي وحدين ما عمرك تعرفهم كاينين. كلهم خرجوا دفاعا وداك الشيء، وكاين للاسف بزاف اللي خرجوا بواحد الطريقه فعلا وقحه جدا، وانا ما عرفتش يعني شنو الهدف ديالهم من ديك الوقاحه.
ماشي كلهم، تنهضرش على كل شيء، يعني كانوا ناس وقحين. من تنقول وقح يعني تستعمل واحد الكلمات تحت يعني تحت الحد الادنى ديال الاخلاق، تحت الحد الادنى. يعني انا بقات بحال واحد خونا سمعته في واحد الفيديو تيقول من بدا هو تيقول لك الملاحده الضباع، الملاحده الضباع، وهذا الضبع الملحد، وهذا كيفاش انت باغي توصل الفكره؟ يعني اوكي ها انت بردتي على المؤمن، ولكن كيفاش غتوصل للملحد الا انت تتقول عليه انت ضبع؟ كيفاش؟ واش غيعجبك الحال الا الملحد دار نفس الشيء، يعني خلط المؤمنين كاملين وهضر معاهم بنفس الطريقه؟ ما يعجبهمش الحال. صحيح. ما يعجبهمش الحال. صحيح صديقي نوستيك. وهنا الخطير هو انني انا ما سبيتش الصنم ديالهم ولا الاله ديالهم. انا سؤالي طيله 20 دقيقه هو كيتكرر سؤال محترم: ما هو دلائل نبوه محمد؟ شنو هو الدليل اللي قدمه سيدنا محمد على انه تواصل مع خالق الكون؟ للاسف وخرجوا لنا هادو لا يعرفون الاخلاق، فبداوا بالسب والشتم والشيطانه يعني جميع السب لاحوه. ومع العلم انه راه كيسبوا غير في الغليمي شخصيه وهميه، ولكن السؤال لا زال قائما: شنو هو الادله اللي قدم محمد على صدق دعواه او لا انه تواصل مع خالق الكون؟ لا جواب. هذه الردود الفعل صديقي نوستيك هي كتبين على ضعف الحجه، وان هاد الناس ما عندهم ما يقولوا. رؤساء قطيع سايقين الناس، وكيسحب لي راه مشكل شخصي. هو مشكل ليش شخصي؟ المشكل هو دليل نبوه محمد، وغيبقى دائما السؤال يتكرر، غيبقى دائما السؤال قائم. للاسف وانا شحال زوينه كنظن انني درتها زوينه، كنت نادم في الاول على المكالمه، ولكن اللي خرجوا هاد الناس مزيان تعيروا، مزيان يبانوا على انهم ما عندهمش ادله، واللي عندهم هو السب والشتم، بالرغم انه ما كاين حتى شي داعي للسب. حنا ما درنا لكم والو باش تسبونا، ابار حنا سيدي زنادقه ما مامنينش، باغيش نامنوا، جاحدين، كل ماشي مشكل. جاوبوا المؤمنين، حيت السؤال مازال غيتكرر مره اخرى. ها حنا ضبوعه، ها حنا بزاقل، بجاغط، كاع الاسماء قلتوا فينا. فالسؤال غيبقى قائم: دليل النبوه. يعني ها هو الغليمي سال وما سولش، واش هذاك يعني ان المؤمنين عطيتهم ادله؟ فكيبينوا ان ما كاينش ادله، ودائما السؤال غيبقى، وديما غيبقاو الناس غاده عمياء وكيقودوها دجالين وكهنه وسراق ولصوص. ببساطه صديقي نوستيك، وهذه هي الحقيقه ديالهم. اوكي هنا خصنا نديروا واحد التأطير شويه، لان دابا انت تقول ما قالوا حتى شي حاجه، يعني ما عطاو حتى شي دلائل. مي كاينين دلائل اللي معروفه واللي تتعاود، وكاينه كتب تالفات دلائل النبوه، وكاين براهين النبوه، وكاين بزاف ديال الكتب اللي حاولوا مالها انهم يعطيو لنا دلائل ديال النبوه. ولكن بغيت غير نأطر معك السؤال. يعني انت من سولتي شنو هو الدليل، ماشي قلتي واعطينا دلائل باش يجي شي واحد يبقى يقول لك كوسطو، سلام، برجان، برزخان، وديك الهضره. اوكي، ماشي هادشي اللي انت قصدتي. انت قصدتي، وصحح لي الا فهمت غلط، انت قصدتي انك شنو هو الدليل اللي عطى الرسول القوم ديالو على انه تواصل مع الله؟ صحيح، هذا هو السؤال. يعني ما يجيش مثلا واحد ويقول لك وراه اكتشف واحد العالم نسيت اسمه انك راه شي حاجه جبدوها من القران، حيت هذه ما تنفع القوم ديال محمد حتى شي حاجه. يعني بحال الا حطينا حنا راسنا في الوقت ديال محمد وجا عندنا وقال لنا انا نبي، غنقولوا ليه تثبت لنا انك نبي، شنو هو الدليل اللي عطانا؟ فوالا، يعني واش هذا هو الشيء اللي فهمت، هو اللي انت قصدي؟ هذا هو المقصود صحيح، انه شنو القوم، وقلت كاع في التسجيل انه راه ما محمد شنو الدليل قدموا القوم ديالو حتى وعاش، وبالضروره وبالضبط قلت له راه عاش 13 سنه من الدعوه وما امن حتى شي واحد. بمعنى الهضره في زمن محمد، واي واحد غيدعي النبوه خاصو يقدم الادله على صدق دعواه، ماشي غيعطينا حتى تنبؤات 100 سنه 3000 سنه 4000 سنه. ورغم هذا نوستيك غنازعهم في هذه الادعاءات، يعني التنبؤات المستقبليه غنازعهم فيها. هذاك الشيء اللي قلت له العرافين والشوافات، يعني ما يقوم به النبي هو من جنس ما يقوم به الشواف والعراف، بحاله انهم كيعطوا مصطلحات فضفاضه غير دقيقه، وممكن انك تاولها كما بغيتي، بحال شي خنشه واسعه غتلبسها لاي واحد ستوندار لبسها. وهذا علاش تعطيني مثال باش تبين لك ان داك الشيء اللي كتقول بانها نبوءه تنبأ بها محمد في المستقبل راه بحال شي خنشه كبيره اللي كيدير العراف والشوافه، لانه الشوافه كتعمل الغيب لا، ولكن الا درنا اسقاط الكلمات الفضفاضه غتبان لك راه تنبؤ بالغيب. ولكن السؤال اللي فرض ذاته: واش التنبؤ بالغيب دليل على صدق دعوه محمد؟ واش اي واحد تنبأ بحدث مستقبليه وجابها لاكس، واش هذا دليل على تواصل مع خالق الكون؟ فين الله قال لنا ودي لا جاكم شي واحد وتنبأ بحدث مستقبلي وجابها لاصقه راه بالضروره تكلمت معه؟ مين جابها؟ مين جابها؟ راه بزاف ديال الناس كيتنبؤوا كيجيبوها لاصقه. علاش هذا نبي وهذا ماشي نبي؟ وبالتالي هما انا كسول على الدلائل اللي كيقدمها محمد، وحتى التنبؤ باحداث مستقبليه ماشي دليل، ولا جبنا اخبار في الماضي راه ماشي دليل، ولا يدير المعجزه ماشي دليل. راه فيما مشوح له داك الشيء، علاش ما بغاوش يردوا؟ راه اللي كيردوا صديقي نوستيك واحد الناس ما فاهمينش، جايين مؤمنين وراه غلبت الروم، وواحد راه قال لنا واحد غيموت في هذه المعركه، واحد ما فاهمينش الواقع.
كيستدلوا بالاحاديث اللي تالفات بعد موت محمد. اما الناس اللي عايقين صديقي نوستي كلهم اللي كيتصداوا واللي لحيته بيضاء، هاد الناس اللي خاترين في الدين وعارفين شنو عارفين باش مسكيه، ما كيقدروش انهم يواجهوا ولا يدخلوا لدلائل النبوه. واحد فيهم حط دلائل النبوه وحذفها، حيت فهم بانه الناس غيعيقوا، لا هما يبقاو يسبونا، حنا اضعف الايمان يسبونا. فبالتالي التنبؤ بالاحداث المستقبليه راه ماشي دليل على صدق دعوه اي شخص. ما يمكنش، كيفاش غتبرهن عليها؟ ما يمكنش يعني واخا بمعنى ماشي زعما راه ربحونا حق راه تنبأ. وشكون قال لك تنبأ راه دليل على انه تواصل مع خالق الكون؟ ما علم ان نعطوا شروط النبوءه في المستقبل. الا كان واحد الشخص يتواصل مع خالق الكون راه خاصها تكون متميزه، خاص تكون فيها الدقه، راه خاصها تكون دقيقه جدا، بما يعطيني الاسماء ويعطيني المكان ويعطيني الزمان. راه الله اللي يعطيك النبوءه، ماشي تعطيني غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. واش بضع؟ فين الدقه في البضع؟ البضع هي 10 سنين. وشحال من مره انهزمت الروم؟ انهزمت شي 14 مره. فبالتالي كانت كل سنه حرب. اذا النبوءه غير واضحه، النبوءه فضفاضه. وبوبكر انهزم في المعركه. فبالتالي هذا التنبؤ هذا بحاله بحال التنبؤ ديال الدجالين. الدجال غتقول له راه البارسا انهزم، يقول لك راه غتغلب بعد الغلب ديالها في بضع سنين. راه هذه النبوءه غير دقيقه. اي واحد كان يتكهن بها، خصوصا لك كان رئيس عصابه ولا كان جندي عسكري. محمد كان خبير حرب. فبالتالي هذه المعلومه ماشي خارقه. واحد العسكري راه غيقول لك تغلبوا، راه غيغلبوا من بعد. فين هو دليل النبوه؟ تفضل صديقي نوستيك. وي هادشي ديال انا متفق معك ان هادشي ديال النبوءات هو فضفاض، وحتى النبوءات غنحطوا فيها نفس المشكل ديال داكشي اللي تيجي من بعد، يعني المستقبلي. يعني انا مريح مثلا، مريح جا عندي السيم باغي نكون محايد زعما اليوم. جا عندي محمد مشكل، جا عندي محمد رسول الاسلام، انا مريح، انا في قريش مثلا هداوي جالس تندور بالكعبات، انا كنت تميرات حيت الا كليت السم ما نموت. فهي هذيك. جا عندي محمد رسول الاسلام، جا عندي قال لي واه هي. قلت ليه شنو؟ قال لي انا راه هضر معايا البارح جبريل، راني هضرت مع الله خالق الكون، انا نبقى نشوف فيها نقول ليه كيفاش يعطيني نبوه. انا ما باغيش نبوه، اعطيني دليل ديال التواصل كيفاش نبوه. وإلا مت انا قبل ما تحقق النبوه. يعني شنو درب هذا الشيء ديال الاعجاز العلمي اللي تيهضروا عليه بزاف، ان القران معجزه. نهضروا حتى على الاعجاز البلاغي اللي تيجيبوه حتى هو في الشيء ديال دلائل النبوه، ولكن نهضروا على الاعجاز العلمي اللي تيهضروا عليه حتى هو نفس الشيء. يعني شنو ذنب الملايين المملينه ديال الناس اللي ماتوا قبل ما يكتشف كوستو الاعجاز العلمي؟ شنو ذنبهم؟ يعني واحد كان من المفترض انه يسلم وماشي سوقنا حنا، حيت تولد في واحد الزمان ما كانش فيه الاعجاز العلمي، وواحد خاص يعني حنا بحال اللي حنا عندنا افونتاج اكثر منهم ولا كيفاش؟ يعني هذاك اللي تحققت فيه النبوه ولا شاف شي نبوه واش عنده شي افونتاج على هذا؟ احنا نهضروا على الهداوي. يعني الهداوي كان في مكه، باقى ليه شهر ويموت، باقى ليه يومين باقى ليه يومين ويموت. جا عنده السيمو قال ليه انا هضرت مع الله، راه الا ما امتيش تمشي لجهنم. اعطيني الدليل. شنو هو الدليل؟ اقرا عليا سوره الاخلاص. شنو هو الدليل؟ يعني شنو هو الدليل انك انت فعلا هضرتي مع جبريل؟ انت يا خاص تكون عندك شي قدرات خارقه، وتلك القدرات الخارقه فيها نظر، لان قدرات خارقه يقدر يديرها سحر. صحيح، يقدر يديرها سحر يقدر. يعني كانوا بزاف ديال الناس مثلا في عهد المسيح كانوا بزاف تيديروا معجزات، ماشي غير المسيح اللي دار معجزات، كانوا بزاف تيديروا معجزات. واش هذيك المعجزات غنقولوا لهم لا هذيك كذوب وهذيك المسيحيه اللي صحيحه؟ بزاف كانوا تيكثروا الطعام. هو كتب خونا الدليل هو ان كانوا يكثر الطعام ولا تيخرج الماء بين يديه، وراه داروا اكثر من داكشي، راه كانوا تيديروا الهبال. ولكن واش هذاك الشيء غادي نقولوا لا محمد كان داك الشيء بتدخل الهي ودوك الاخرين كان مجرد سحر؟ ما يمكنش. اوكي، نهضروا شويه على الاعجاز البلاغي، لان تيقول لك اودي معجزه القران هي الدليل على نبوه الرسول، لان واحد القران اللي معجز بلاغيا. يلا ها هو دليل، يلا جاوب. بس صرفتي عليا نصك مساله. وانت تقول ما كاين لا دليل لا والو، انت تعرفها تزرب على الحياه. يلا جاوب، ها هو الدليل، بلاغه القران. هو منين غيجيب محمد الامي اللي ما تيكتب ما تيقرا، منين غيجيب ديك البلاغه اللي في القران اللي حيرات قريش وحيرات العرب كاملين؟ يلا هذه داخل دوخ كيديروها بان محمد كان عنده بالغ، وهذه ومن جبهه البلاغه. اول حاجه محمد ولد قريش، تزاد في منطقه لسانها العربيه، فكيتكلموا باللسان، فتعلم اللهجه العربيه واللسان العربي على يد قومه. ف بالتالي هو تعلم القواعد ديال اللغه اللي هي سماعيه قياسيه في ذيك الزمان على يد القوم ديالو. فمحمد باللي كبر تفوق على القوم، انا نسلم لهم، تفوق على القوم. محمد غلبهم وهزمهم في اللغه ديالهم، في اللهجه ديالهم. دليل على ماذا؟ يعني لو سلمنا انه هزمهم، فهزمهم دليل تفوق. محمد تفوق على القوم، بحال جبنا 100 رسام نوستيك
فلا جمعنا 100 رسام ضروري واحد رسام غيتفوق. واش لا تفوقتي دليل النبوه؟ واش الا تفوق يوزن بولت على باقي العدائين دليل النبوه؟ فبالتالي محمد تفوق على قومه. واش هو كان في الصين؟ لا، كان في قريش. اذا هو ولد ديك البيئه، كان مع الرياضيين، كان مع الرسامه، كان مع الناس ديال اللغه. فبالتالي لا جمعنا جماعه ديال الناس لابد من شخص يتفوق. وبالتالي كيفاش غتربطوا لينا بين تفوق شخص على جماعه دليل على تواصل مع خالق الكون؟ لان المبحث هو تواصل مع خالق الكون، ماشي الاعجاز والعجز. واش ليوناردو دافنشي صاحب الموناليزا كاحسن لوحه واش تفوقوا في الرسم دليل على انه يتواصل مع خالق الكون؟ كي غتنقص لي بان واحد ما يقدر يجيب لوحه بحال الموناليزا اذا يتواصل مع خالق الكون؟ هنا في كاين الخلل صديقي نوستيك. بالرغم اننا نحن نسلم بانه تفوق، راه فين هو دليل التفوق؟ الا كانوا هما فطاحله اللغه راه عدوا في الجهه المقابله بسبب الحبيب. مسيلمه الكذاب كان عنده كتاب. الا كانوا بالغين كيفاش قنعهم هذا الكتاب؟ واش هذا الكتاب اقوى من كتاب محمد؟ علاش 13 سنه الا كان فعلا البلاغه هاد الناس اللي ما امنش محمد امنوا بمسلم الحبيب؟ اذا كيفاش درتوا ليها؟ واش هما محمير وامنوا بهذا الكتاب اللي ماشي بالاغي ديال المسلمه، ولا الكتاب ولا هما فطاحله وتحداهم القران وهزمهم؟ كي درتوا لا امنوا بالمسلم؟ فهنا تناقضات صديقي نوستيك من هذه الجهه. فبالتالي القران او عجز البشر على اتيان بالشيء ليس دليل النبوه، ليس دليل على التواصل مع خالق الكون فقط. انا تيبان لي حتى القضيه ديال يعني ارجعوا دائما لديك القضيه ديال 13 عام وهو تيدير الدعوه في مكه، وما امن به ما امنوش به الا القليل. فهنا السؤال، لو كانت البلاغه ديال القران واحد الحاجه اللي خارقه للعاده، يعني ماشي غير تفوق، شي حاجه اللي ما يمكن الا تكون نازله من السماء، فالمفترض ان الناس كانوا غيامنوا، لانهم هما اهل البلاغه، هما اهل الشعر، هما هضرتهم هذيك، يعني هذيك هي خدمتهم. بنادم في الصحراء ما عنده ما يدير الشعر. ف علاش ما امنوش؟ يعني علاش ما امنوش؟ علاش تفوق محمد عسكريا وقدر يجمع الناس بزاف وياخذ بزاف ديال يعني يغزو ويدبر على راسو ويديروا بزاف، هاد دخلوا بزاف الناس. اذا داكشي اللي دخل الناس للاسلام ماشي هو البلاغه. صحيح. شي هو اللي دخل الناس الاسلام هو البراغماتيه، يعني خدموا براغماتيه. يعني حتى انا كنت في ذاك الوقت وشفت التفوق ديال المسلمين وجايين داو مكه وداو كل شيء، انا نقول لهم انا مسلم اخويا، انا معاكم، يعني بطريقه براغماتيه، ماشي ضروري انني متيق ابو سفيان ويشك في دينه. فهنا السؤال الاخر ديال هادشي ديال البلاغه هو ان تيقول لك هو ماشي بلاغه وانما بحال اعجاز من ناحيه ان القران كيفاش عرف الرسول اللي هو امي ما تيقرا ما تيكتب، كيفاش عرف اخبار الامم السابقه، وكيفاش ذكر تفاصيل اللي من المفترض خاص يكون شي واحد قرا الكتب ديال الامم السابقه، مثلا قرا التوراه، قرا الكتب ديال اليهود، قرا الاناجيل، قرا هذه. وهذا غير ما كانش ميسر في ذاك الوقت. يعني تيقول لك كيفاش قرا هو هذا الشيء هذا بالعبريه، وقرا هذا الشيء بالاراميه، وقرا هذا الشيء باليونانيه باش يعرف. وهذا الشيء هذا من الادله اللي تيقولوها ديال ان ما يمكن يكون عارف هذا الشيء هذا الا ان الله وجبريل هما اللي جابوا ليه الاخبار. ما يمكنش يكون هو يعرف يعني كانسان بوحده. كيف ترد؟ هذه المشكله ديال الاخبار باحداث في الماضي، هذه فيها مشكله. الان اذا كانت الاخبار موجوده في الماضي، هو بغض النظر ان محمد مع من تلاقى ومع من تعلم وشكون الناس اللي صادفهم والخريف اللي كان كيدور في جزيره العرب في الزمن ديالو قبل منه، الا حطيناه جانبا غلقاو انه هنا سؤال كيفاش عرف ان الاخبار السابقه ممكن تعرف. ثاني شيء انه الا شدينا هذه الاخبار اللي قال محمد وقارناها بالاخبار اللي سابقه، قارناها وكانت هي نفسها فما كاينش مانع انه يكون عرفها في شي بلاصه من البلايص. حنا غير ما عرفناش كيفاش عرفها فقط، ما عرفناش كيفاش عرفها. هذا لا يعني الا ما عرفناش كيفاش عرفها لا يعني انه تواصل مع خالق الكون او لا جمع خالق الكون. هما اللي عليهم التبرير ويعطيونا باليقين انه محمد راه فعلا جمع خالق الكون. هما كيقولوا باش عرفها، راه سؤال باش عرفها، راه هذا هو المبحث كيفاش تعرفها. ثاني شيء فالمعرفه الاحداث الماضيه شي حاجه خارقه. واش انا بغيت نعرف انا الحرب العالميه شحال كان فيها من مقاتل وبغيت نعرف شي خبر شحال هذه، واش شي حاجه خارقه ما كنعرفها الا عن طريق الوحي. وبالتالي الاحتمالات باش نعرفها راه احتمالات انني نسمعها من الناس يعني اقوى من انني نكون جبت عن خالق الكون. من جهه اخرى الا جبنا هذه الروايات وهذه الاخبار ولقينا كتخالف الاخبار في الماضي، شنو غنقولوا؟ يعني ملي كنتكلموا مثلا على اصحاب الكهف، شنو قال لنا على اصحاب؟ اش من خبر جبنا على اصحاب الكهف؟ ما جبنا عددهم، ما جبنا سمياتهم، ما جاب مكانهم، ما جاب حتى شي حاجه. ومن الفوق كيقول لك ما تقول حتى شي واحد تقول لي غدا ولا تماري فيهم مراء ظاهرا، يعني ما توضحش الامور للناس فيهم بزاف. فبالتالي هذه القضيه اللي كيدير ما كتدل الا على واحد السيد ما عندوش الادله الكافيه وانه يواجه بها، انه يتكلم ويواجه ويجيب الادله الواضحه. فالاخبار ديال الماضي ماشي شي حاجه مستحيله باش نجيبوها، والخطير هو انها لا الى تصادمت مع الادله التاريخيه المسلمين ما كيتيقوش. كيجي كيقول لا راه هذا الصحيح والخطا كيف في الكتب التاريخيه القديمه. مثلا كيتكلموا على الفرعون او الملك اللي كان في زمن يوسف
القصص متضاربه، ما كاينش قصه يعني كلها 100% يعني توافق الكتب السابقه ولا كذا، ما كايناش، وحتى الا كانت راه ناقله ولا ما عرفناش من جابها، ما عرفناش من جابها. فبالتالي فين هو الدليل على تواصل مع خالق الكون؟ الدليل على تواصل مع خالق الكون هو هما المطالبين بالتبرير ويجيبوا الدليل. انا عندي شويه واحد المشكل في هذه القضيه هذه، وهو مشكل يعني اعتراض مبدئي يعني من الديبار، هو ان من تنهضروا على انك غادي تتواصل مع خالق الكون، يعني يجي شي واحد ويقول لك انا تواصلت مع خالق الكون، هنا تنهضروا على واحد الادعاء اللي هو خارق للعاده، يعني ماشي ادعاء سهل، ماشي يجي عندك يقول لك انا راه تلاقيت البارح مع محمد السادس مثلا، هذا ادعاء كبير ولكن ماشي ادعاء خارق للعاده، فهمتي؟ ممكن توقع، يعني ممكن انا نتلاقى مثلا مع شي واحد من المشاهير، ولا نتلاقى مثلا مع شي سياسي كبير، ولا هذه تقدر توقع، لكن من نجي نقول لك انا تواصلت مع خالق الكون، هنا تيولي واحد الادعاء خارق للعاده، ما يمكنش تعطيني دليل هو انني عارف واحد القصه وقعت شحال هذه، هذا ماشي دليل خارق للعاده باش يقدر يثبت لي بانك الادعاء ديالك اللي هو خارق للعاده صحيح. صحيح يعني اوكي انت عارف بعض القصص، عارف بعض القصص من هنا ومن هنا ومن هنا، وي مزيان، ولكن واش هذا دليل كافي على ان انت تواصلتي مع خالق الكون؟ ولا الاقرب للصواب، الاقرب للصواب، حيت حنا ما عارفينش منين جاب ديك القصص كلها، ولكن الاقرب للصواب انها تعاودت ليه بكل بساطه. احنا عارفين ان ورقه كان تيترجم من الكتب السابقه، تيترجم للعربيه، عارفين بان سلمان كان جامع الخريف، كاينين الناس اللي كان عندهم احتكاك مع المسيحيين ومع اليهود وجامعين خبيرات، فاصلا داك التقليد الشفهي وداك يعني داك بنادم ما كانش عنده ايفون، يعني خصنا نحطوا راسنا عاوتاني في ذاك الكونتكست القديم، بنادم ما عندوش ايفون، ما عندوش شي اهتمامات شي هذه، راه ما عنده والو، مريح التعاويد، يعني النهار كامل وهاد التعاويد دابا بحال 24 ساعه على 24 ساعه بنادم مريح التعاويد، فالاخبار والحكايات تتعاود، واحد مشى في قافله ما نعرف فين اليمن، واحد مشى لهنا رجع تيعاود لهم قصص، فهاد القصص هذه هذا هو الاقرب للصواب، لان دائما الجواب كما تيقول شفره اوكام تتقول بان يعني الاقرب للصواب هو الابسط، يعني التفسير الابسط هو الاقرب للصواب، ففي عوض من نقولوا هذا خونا هذا تواصل مع خالق الكون، وابسط تفسير هو ان قصص تعاودت ليه وكتبها بكل بساطه، ماشي شي حاجه اللي يعني نقلبوا على شي حاجه خارقه للعاده. اوكي ندوزوا مساله اخرى اللي تتقال. واحد النقطه صديقي نصك هي ديك محمد ما كانش كيعرف يقرا وما كيعرفش يكتب، اذا كيفاش جاب راه جاب لسان قومه، كان كيتكلم كلاجه، القران كان لاجه، وبالتالي ماشي اي واحد ما كيعرفش الكتابه والقراءه ما يعرفش يقول الشعر، وعندنا مجموعه من الشعراء وبعض المغنيين لا يعرفون الكتابه والقراءه ومع ذلك انهم شعراء، حتى الشعراء في الشعر الجاهلي راه ماشي بالضروره، ما عرفت ما علاقه الكتابه الرسم والقراءه بانك تكون قادر على تجيب قصص وتجيب روايات وتجيب خشلاع وخريف، راه حاجه بسيطه، راه حتى مساله شفهيه. تفضل صديقي. انا هذا تنظن من اضعف الدلائل، وما عرفتش علاش يركزوا عليه، القضيه ديال انه امي ولا هذه كيفاش، وراه كون كانت مثلا اللغه ديال الكتابه، يعني اللغه ديال المثقفين نقولوا هي اليونانيه، اوكي هي اليونانيه، مثال هي اليونانيه، والناس المثقفين واخا هما عرب من تيجيو تيكتبوا باليونانيه، حيت هي اللغه ديال الثقافه، هي اللغه ديال الادب وديال الفلسفه وديال العلوم وداك الشيء صاماش. وجا محمد الامي اللي ما تعرف والو وهو الف لنا كتاب باليونانيه ما فهموا فيه والو، هنا غنقول اوه شويه، ما نقولوش تواصل مع خالق الكون، ولكن نقولوا واو شي حاجه طوب هذه بزاف. ميرا محمد هضر باللغه ديالهم، يعني بحال واحد انت بحال اللي تقول واحد الانسان تيدير الزجل بالدارجه، الزجل واش خصو يكون قاري تيعرف يقرا ويكتب، ولا ممكن يدير الزجل بلا ما يكون تيعرف يقرا ويكتب ويدير زجل مقود طوب؟ ممكن. وراه نفس الشيء، هذيك راه هي الدارجه، راه ماشي كانوا ماشي كانت اللغه العربيه الفصحى شي حاجه بحال دابا حنا تنقولوا اللغه العربيه الفصحى، راه هذيك لغتهم، يعني هي الدارجه ديالهم، فمحمد كتب بالدارجه ديال قريش، القران هو الدارجه ديال قريش صافي، ماشي صعيبه، ماشي ضروري تكون قاري باش تكتب داك الشيء اللي تكتب. ندوزو لواحد النقطه تيعاودوها عاوتاني بزاف تيقولوها، وهي ان يعني ماشي ديك ديال عدم واش الدليل هو دليل واحد النقطه هي تيقول لك السيره ديال الرسول في حد ذاتها دليل. كيفاش؟ تيقول لك ودي هذا الانسان هذا اللي عاش بديك الطريقه، وانه رغم الصعاب ورغم المخاطر تفوق وما قدرش ما قبلش لا فلوس لا اي حاجه عرضوها عليه ما قبلهاش في سبيل النبوه، وكافح
ودار هذيك المغامره، هادشي كامل تيدل على ان راه ماشي انسان عادي. لينا علاش غيضحي هو بزاف الحوايج؟ علاش غيتخارى مثلا ولا غيسب ولا غيشتم مثلا ابا لهب اللي يعني العائله ديالو؟ علاش غادي يدخل في هذه الصراعات هذه الا ما كانش فعلا راه القران ديال الله وراه هو التواصل مع الله وهذا الشيء هذا كامل؟ يعني هذا هو السؤال، كيف ترد؟ هاد النقطه ديال اننا من سيره محمد نستدلوا على انه يتواصل مع خالق الكون. اولا السيره كتبت بعد موت محمد، واللي كتبوها مؤمنين بسيدنا محمد، وبالتالي من المستحيل ان ما كتبوش حاجه تقطعن في سيدنا محمد. هذه من جهه. من جهه ثانيه ان واحد السيد، حيث هما كيضربوا مثال بالصدق مثلا وغيرها، فنركز على نقطه الصدق انه انسان صادق. فكيفاش كتحددوا ان واحد الشخص صادق؟ يعني واحد الانسان صادق، شكون اللي كيحكم بانه صادق؟ وما هي المعايير المعتمده في تحديد صدق وكذب الشخص؟ حنا كنعرفوا الشخص انه كيكون صادق من خلال الاخبار اللي كيجيب لنا وكنتحققوا منها. ما يمكنش نقول لكم شي هضره اللي ما تقدروش تحققوا منها وتحكموا عليا بانني صادق. غنقول لكم غدا غادي تكون مثلا شي حاجه خاصها تحقق باش تعرفوني صادق، وبعد غدا نخبركم بحدث اخر وخاصو يتحقق باش تعرفوني راني صادق. ما يمكنش نخبركم على شي حوايج اللي ما غتحققش ولا ما وصلتوش ليها وتقول لي راني صادق. الاولى. من جهه اخرى ممكن انني نعطيكم عدد كبير من الاخبار وتكون صادقه، ولكن شحال عددها باش تحكموا عليا بانني صادق 100%؟ واش 1000 واحد 1000 خبر تحققت منه لقيته صادق، والخبر 1000 واحد هو اللي يتواصل مع خالق الكون فهو خبر كاذب؟ كيفاش تحققوا منه باش تحددوا انه صادق؟ وبالتالي انسان صادق ما يمكنش نحكموا عليه. واخا يكون صادق في امور عاديه يكون كاذب في امور خارقه، لان امر تواصل مع خالق الكون. واش غنستدلوا على تواصل مع خالق الكون غير حيت انت كتعاود الصدق؟ ثاني شيء، شكون قال لنا انت كذاب ماهر؟ محمد كذب على الناس لدرجه انه ما قدرش يبينوا عليه الكذبه. شحال من واحد كيكذب وما كنبينوش عليه الكذبه؟ واش كيفاش كتبتوا عليه انه صادق؟ غير هو كذاب واعر في الكذوب. فبالتالي بتحكموا على الصدق ديالو. ثاني شي حاجه من خلال الحياه ديالو. كيقول من الحياه ديالو غنستدعوا على النبوه؟ لا سيدي، من الحياه ديالو غنستدعي بانه متواصل مع خالق الكون من خلال القتل للمخالفين، من خلال زواجه بطفله، من خلال قتله للمرتدين عن الدين وغيرها. ورجع واحد النقطه تجاوزناها، هي ان القران اقنعهم وكذا والبلاغه. راه اقرب الناس لمحمد كانوا منافقين. كنا كنعرفوا حادثه العقبه، واحد الكوديه كان طالع على سيدنا محمد على حماره ولا على ناقه وكانوا غيدفعوه اقرب الناس ليه. كيفاش القران البالغ في الفتره المدنيه وباغيين يدفعوا اقرب الناس ليه وما قدرش يختص منهم؟ فين هو عمر دعني اضرب عنقه يا رسول الله؟ ما قالش في هذه الحاله هذه، لان الشيعه يتهمون ان عمر وابو بكر من المتهمين. فبالتالي ما كاين لا بلاغه لا والو. المساله هي القوه. ورجعوا للصراع حول من هم المنافقين وكانوا يقتلوا به، يعني ما كاين لا بلاغه لا والو. الناس مامنه وعندها عين السلطه، وباللي مات محمد راه تسابقوا على السلطه وقاتلوا بعضياتهم. فالمساله واضحه، ما كاين لا ايمان لا والو، مساله قوه. ثاني شيء هو انه بلاتي الغليمي حيت هذه المساله ذكرتيها مهمه بزاف، لانه وانا كنت تنقولها هي ديال مثلا لو هذا الشيء اللي تنهضروا عليه ديال المعجزات وديال الدلائل ديال النبوه كانت شي حاجه اللي فعلا عاشوها الناس وامنوا وبسببها ولاو رسخ الايمان في القلوب ديالهم، علاش من مات محمد تحول الامر لصراع سياسي؟ علاش؟ لان نورمالمون لو كنت انا تنشوف واحد المعجزه حقيقيه تنشوفها راه غنبقى ساجد انا تنموت، لانه هاد الدنيا هذه ما تبقى تساوي عندي حتى بصله انايا، لان شفت واحد المعجزه واو ما يمكنش خارقه. صافي غنولي مركز غير على الايمان، باغي نمشي للجنه في اقرب وقت. ماشي غير غيموت محمد غينقلبوا القبائل وغتنوض حروب الرده وغادي يتقاتلوا الصحابه بيناتهم والمبشرين بالجنه بيناتهم وهذه. نتوما ما شفتوش المعجزات؟ ما شفتوش دلائل النبوه؟ علاش تتقاتلوا على الدنيا فانيه؟ علاش تتقاتلوا على السلطه؟ علاش الا كانت هاد دلائل النبوه وهاد البراهين بهاد القوه هذه اللي شفتوها وعشتوها انتم؟ صحيح. ونزيد نقطه اخرى، هما انهم قتلوا بنته، قتلوها ودفنت ليلا والقبرها ما معروفش حتى الساعه. وكيفاش بنت النبي دفن عليه بالليل؟ شكون علاش ابو بكر وعمر اللي عارفين انها بنت الرسول والرسول اللي كيقول لي بالاحاديث ديال بنتي بيدعوا مني وكذا دفنت ليلا وما صلوش عليها الخليفه الاول والامير المؤمنين؟ ما صلوش عليها. هادو فعلا علاش ما دفنوهش؟ خلوا محمد ميت على 3 ايام، مشاو تقاتلوا على السياسه عاد رجعوا. فين هو الايمان هنا؟ فين هي دلائل النبوه؟ فمساله سياسيه فقط. والصراع عائشه مع علي في الجمل، ولا علي مع معاويه في الصفين وغيرها، قتلوا بعضيات بمعنى مساله سياسيه ومساله سلطه. كانوا فعلا مؤمنين بان محمد يتواصل مع خالق الكون، ما كانوش يتقاتلوا مع بنته ويقتلوا بنته وتموت هي غاضبه. 6 شهور اللي عاشت بنت محمد من وراء باها، 6 شهور كانت كافيه ان تهجر ابا بكر وما تكلموش حتى تموت. ودفن ليلا وعلي دفن قبرها وحفر مع شي 100 قبر باش ما يبانش القبر ديالها.
وكيفاش هاد دليل النبوه وان بنته ما بينتوش القبر ديالها عالي؟ علاش؟ لانها غضبانه على السياسيين والمنافقين اللي قاتلوا. فبالتالي كانت مساله سياسيه من جهه اخرى هي ان محمد يغامر. كيفاش يغامر؟ هو راه اصلا معدوم يخسر وكيقول اللي يجي يفهم ويقول. وبالتالي شنو اكبر مغامره اللي غامر محمد؟ هو انه بشر عمه ابو لهب بانه ما يتبعوش. هذه المغامره. قال ابو لهب راك غتمشي غتمشي لجهنم، سبوا تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله كما سيصعد نار ذات الى اخر الايه. ف هذه المساله ماشي خارقه. علاش؟ لانني انا لو ادعيت النبوه وقلت انا نبي غنعرف بعض الناس ما غيتابعونيش. واش الا قلت فلان ما غيامنش بيا وغيمشي للجهنم اللي ادعو اليها، راه ماشي لانني نبي. بحالاش مثلا الا جيت عند واحد الشيخ بحال العمري مثلا قلت له الشيخ انا راني نبي، جاي والدليل قلت لي انت ما غتامنش بيا وغتموت على الاسلام وغتمشي لجهنم. واش هذا دليل؟ راه ماشي دليل. لان العمري ما عمره غيامن بيا. علاش؟ لانه عنده دينه هو الصادق وكذا، وانا بالنسبه لي كاذب. واش ما امنش بيا؟ واش هو دليل على انني نبي؟ هو طبعا ما غيامنش بيا. واش هذا الخبر انه راه ما غاديش يامن بيا مساله خارقه؟ لا، من خلال التجربه. انا كنعرفوا عن تجربه وعرفت بامكانه ولا ماشي بامكانه. عارف بهذاك السيد ماشي بامكانه يامن بيا. وإلا قلت بانه هذا دليل هذا دليل شويه مغبر. انا كنت صحابي ما بقاوش تيقولوه، مي مازال تيقولوه. هو مغبر شويه، حيت واخا نفرضوا ان مثلا هما تيقولوا ان ابا لهب كان ممكن انه مثلا يدير العصا في الرويضه لمحمد ويقول لهم انا اسلمت، ويبين بان راه داك الشيء غلط. وراه سهله ان الرسول يقول لهم اسلم نفاقا مثلا، ولا تجي ايه تنسخ ايه ماشي مشكل. يقول لك هذه الايه نزلت ابا لهب ومن بعد هذه الايه ديال الاسلام ديالو هذه الناسخه للايه. ماشي شي مشكل كبير. ولا تولي مما انسي من القران صافي ما تبقاش. داك الشيء كامل كله بوسيبل. يستدلوا به على رحمه الاسلام ومغفره الذنوب. فوالا يعني ديما كاين امكانيه. بغيت ندير معك واحد التيست الغليمي. يعني نفرضوا ان مثلا واحد خونا جاء اليوم في 2023، ماشي في القرن السابع، جاء في 2023 ودار بحال الرسول تماما. يعني ما كاين حتى شي فرق. نفس الهضره اللي قال الرسول هو قالها، نفس الشيء. شحال تظن من الناس غيامنوا به اليوم؟ ما غيامن حتى شي واحد. وغيكون اشد الناس يعني كيحاربوه هما هاد الناس اللي كيحاربونا الان. هما يكونوا اشد الناس يعني عداوه ليه وكذا، يكونوا اكثر من ابا لهب. يكون محمد الان تبعت في هذه اللحظه يكونوا اكثر من ابا لهب. فبالتالي ما يمكنش انا واحد الشخص يطلع فوق كوديه ويقول لكم السلام عليكم الا قلت لكم راه واحد القافله دايزه من هنايا واش تيقوني. هذا راه خبر عادي. بحال دابا كتقول لي نوستيك ولا قلت لك دابا نقدر ندير واحد 10 تراكسيون اوكي، ومن بعد يعني واخا ما تكونش تقدرها ولا ديرها هذا خبر عادي. فقلت لك اوكي ومن بعد تقول لي اوكي نصدقك ديرها، تقول لي راه كذب مع الله. اش تخربيقه؟ انت كيفاش غدير 10 تراكسيون لا غتخبرني بقافله غدوز من هنا؟ اذا انا اتواصل مع خالق الكون. داكشي علاش عمو شافو تافه وقال له تبا لك الي هذا جماعتنا. فبالتالي اول دليل هو اقوى دليل. راه هنا خاص يكون اقوى دليل يعطي محمد باش يزمط لي الناس ما باغيش يامنوا به ويبانوا بانهم غير جاحدين. اما تقول لي مره قلت لكم قافله دايزه من هنا ولا جيش دايز من هنا تيقوني، قال لي وي ومن بعد. لان خبر عادي هذا انتقال. راني كنتواصل مع خالق الكون، هذا يحتاج الى دليل. وبالتالي الا قالها لنا شي واحد الان راه ما ماشي دليل. انا دابا نقول لكم الا قلت لكم انني حيت خبر عادي هذا نقدر نقول لكم الا قلت لكم غدا غيكون درجه الحراره تصدقوني؟ اقول لي حيت علاش؟ حيت حنا في الصيف. اذا راني نبي اتواصل مع خالق الكون اقول لي تبا لك شاد التخربيقه. وبالتالي خاص يقدموا ادله على صدق دعواهم وانهم يتواصلوا مع خالق الكون. وصدقني يا صديقي نوستيك بانه ما كاينش دليل يقدر يقدمه شخص على انه يتواصل مع خالق الكون تيقوا فيه. ما كاينش شي دليل على الاطلاق. واكبر من هذا واكثر. نعم تفضل. وانه غير القضيه ديال يعني بعض المرات انا تيجيني بحال اللي شادين شويه في محمد بزاف، وهو مظلوم في هذه القضيه هذه. حيت هو جا دار يعني داك الشيء اللي دار ومشى فعله. اللي نورمالمون خصنا نشدوا فيه اكثر هو الله، لانه الله يعني علاش مرمدنا بهذا الشيء هذا ديال دلائل النبوه؟ راه تمرميده هذه، يعني ماشي مرمدنا حنايا بالضروره، مرمد المؤمنين. وحنا من كنا مؤمنين مرمدنا. خاصك تثبت النبوه وتبقى تقاتل وجيب هذه وحاول من القران وحاول من السيره وحاول هذه. يعني علاش مختار واحد الوقت اللي هو القرن السابع في الصحاري مع الدواء؟ يعني تيبان واش الله فعلا باغي يبين بان هذا السيد هذا تواصل معاه راه ممكن، راه هو زعما قدير حكيم يقدر يدير شي حاجه، يقدر يحط لنا حنا يدير لنا شي موديفيكاسيون في الجينات ديالنا اننا نوليو تنعرفوا بان هذا السيد هذا تواصل مع الله ولا شي حاجه. يقدر يتواصل معنا ديريكت. علاش تيصيفط الناس؟ يعني هذه اسئله شويه خارجه على الموضوع، ولكن غير نقول
ان راه اللي زرفنا في هذا الشيء كامل راه الله ماشي محمد، لان محمد جا ومات ومشى وصافي، ولكن الله اللي دار لنا هذه الحريره هذه كامله. كل شيء بالتواتر، وهذا عاود لهذا، وهذه عن وهذا حديث صحيح وهذا ضعيف، وهذا ما لنا على حاجتنا على هذا الصراع هذا كامل. دير لنا شي حاجه ديجيتال صح، واعتمد على البشر. يعني دابا حنا تنطيقوا البشر، والاعتماد على البشر، وبشر اللي ماشي حتى في واحد الوقت اللي يعني متطورين. يعني ترى تنهضروا على الدواء صاحبي، تنهضروا على واحد ما لابس سليب، يعني عنده جلابه ولا عنده عبايه 28 يوم هو خدام بها، يعني ما تعرف لا يقرا لا يكتب، ما تعرف شنو، ما تعرفش الشمس كيفاش تتخدم، ما تعرف قمر، ما تعرف فين تمشي الشمس، ما تعرف فين تمشي شنو هو الزلزال، شنو هو الرعد، شنو هو البرق. وانت حطيتي المستقبل ديال الانسانيه والمصير ديال الانسانيه في يد هذا الدواء هذا، في يدهم حطيتي المصير الانسانيه. وحنا خصنا نبقاو نتقاتلوا دابا مع واحد اصغر برهوش اليوم تيعرف اضعاف مضاعفه العلوم ديالو. يعني شنو تعرف عمر مثلا على الكون ف احنا خصنا نبقاو نتقاتلوا باش نجبدوا الحكمه ونجبدوا الدلائل والبراهين من الدواء اللي عاشوا في القرن السابع. راه هذه انا تنتحسر على هذه القضيه هذه. وخاصنا نوثقوهم، خاصنا نقولوا ان ابو هريره كان ثقه كان كيخسر اليورانيوم. انت كيفاش كان ثقه؟ دابا خصنا نثق في سيدو محمد، ولا نثق في ابو هريره، ولا نثق في العراج، ولا نثق في الاعمش؟ فين غنثق بعدا؟ دابا خصنا نوثق ان الاعمش كان الله يعمرها دار وكان معقول وثقه. شنو هو المعيار؟ الله اعلم. زيد عليه ابو هريره حتى هو خاصك توثقوا حتى هو، تقول راه كان الله يعمرها دار وما غاديش يكذب عليا. علاش ما يكذبش عليا؟ ما نعرف. حيت اذا الرسول دار كذا وكذا وكذا، شحال خاص السلسله ديال عباد الله باش تيقهم بان محمد راه تواصل مع الله. والاشكاليه ديال الله، ولا ذكرتي الله صديقي نوستيك، ان الله ما كيستافدش من الدرس. كيقولوا الديب كدار به غير مره، سيدي ربي ما دارت به عده مرات. صحف ابراهيم مشات في الحنكاليز التوراه مشات، الانجيل مشى الزبور مشى، وباقي هو باقي تيدير نفس الخطا. ما بغاش يعيق. هو تيقول لك الديفينيسيون ديال الانسانيتي. شنو هي الانسانيتي؟ ديال الجنون ولا ديال الهبال ديال الحماق. الديفينيسيون ديالها هو انك دير نفس الخطا جوج مرات وتنتظر نتائج مختلفه. فالله ما دار داك، يعني دار داك الهبال بزاف ديال المرات، بلا تيعاود كل مره تيعاود نفس الخطا، تيعاود نفس هذه، وتيتسنى انه انا تيبقاو فيا صراحه، تيبقاو فيا الناس يعني الاذكياء من المؤمنين هم اللي تيبقاو فيا اكثر. تتلقاه واحد الانسان اللي قاري فاهم، نقدروا كاع نقولوا عبقري، و يعني كاع يعني القدرات العقليه عنده زايده، يعني النيفو طالع. وفي نفس الوقت تتلقاه مسكين مخاري مع اثبات النبوه، ومخاري مع يجبد من وتيهضر على قصص ديال ام الغوله وكانها شي حاجه زعما ماشي مشكل. تيعاود لك قصص ام الغوله وتيدوزها، هو تتقول كيفاش هذا اللي انسان اكاديمي. انا سمعت لواحد خونا والله الا سمعت ليه، ما كنت مسافر كان عندي الوقت، سمعت ليه 5 ديال السوايع متواصله، 5 السوايع. انسان اكاديمي، يعني اكاديمي وكاتب كتب وين يعني واصل. هادشي كامل تيحاول انه يثبت ان الاسلام يعني دين حق. نقدر نقول لك بان 4 السوايع وشي 48 دقيقه غير تخربيق، يعني 12 دقيقه قول لي كان فيها شي حاجه يقدر الواحد يعني يتامل فيها ويناقشها ويقلب، وداكشي الاخر كامل غير تخربيق. فتصور انت انسان اكاديمي، يعني الطوب ديال الاكاديميه، مضيع 4 السوايع و48 دقيقه ما تنبالغش دابا في التخربيق، يعني اللي ماشي اكاديمي. يعني انت غير بحال شي بوهالي غير تقول، يعني تتهضر مع المشاعر والعواطف ديال اللي تسمعوا لك. وتشي 12 دقيقه 10 دقائق 12 دقيقه اللي يقدر الواحد يناقش فيها ويبحث فيها وداكشي. الامه استفادت ايه يعني من هذا الشيء هذا؟ كيفاش؟ هذه المساله الناجحه، هذه انجح طريقه. يعني تلقى الانسان كيقرا حتى كيشبع، وبلي غتجي مثلا غتشرح نظريه التطور الناس ما غيفهموهاش، غتشرح شي معادله رياضيه الناس ما غيفهموهاش. فشوف الناس اللي كيصنع المحتوى علمي المتابعين عندهم قلال. علاش؟ لان خاصك تعب، خاصك تحرق يعني كثير من الطاقه باش تفهم نظريات علميه، في حين النظريات الدينيه ولا القصص الدينيه، حيت هما قصص ماشي حقائق نردوا عليهم بزاف، فهي قصص دينيه، قصص صالحه للطفل الصغير، العجوز، اي واحد. يعني كتجي عند واحد الانسان جالس باقل جهد تقدر تقول لي راه الله كان جالس واحد النهار ويصيط واحد الماله، قال له هبط الارض، جيب واحد البرويطه ديال التراب، جابها عجنها، صوب واحد الصالون طولو 60 دايره شي حاجه بسيطه نوستيك. يعني تقول الطفل الصغير، تقول العجوز، تقول اي واحد، صوب صالون طولو 60 دايره، عان ادم، كلام التفاحه، دبز وابليس. يعني خري في قصص بسيطه ما كتكلفكش طاقه كثيره،
وكتعطيك واحد الجواب اللي ايماني كتخليك ترتاح من واحد السؤال اللي صعيب، كيفاش جا الانسان، كيف ظهر الانسان، مشكله كبيره. ولا مثلا كيفاش جا الكون، الله واحد النهار قال لي خلق هادشي من كون فيكون، كيبسط لك الامور. وبالتالي هنا فين كتلعب الاسئله الاجوبه الدينيه، جواب ديني، جواب تعطى فقط للناس يرتاحوا. واحد الانسان عنده مشكل كيعيش في الصحراء، مره كيضرب الرعد كيشعل الضوء، اش كيوقع واش غادي تشرح له علميا شنو كيوقع؟ صعيبه. شكون دابا غنشرحوا ليه حنا الرعد كيفاش يوقع يفهم؟ راه نقول لهم راه واحد الملاك هاز عصا وصايق الرعد وينعق في الغيط كما ينعق الراعي في غنمه. غير امنوا الله على جواب الراحه. علاش؟ لان الناس ما باغيش الحقيقه، باغي داكشي اللي يخليهم يرتاحوا، لان البحث باغي سهله، باغي السهله، باغي غير يريحوا وتعطيه. ولذلك حنا كنشوف الاجوبه الدينيه اجوبه بسيطه جدا، الف باء. شو التخربيق؟ الشمس فين كتغرب في عين حمئه، الله داير عرش وهازين ملائكه، الشتاء كيفاش كتجي، يعني اجوبه بسيطه جدا متاحه للجميع. واحد القضيه عاوتاني تذكروها خارج شويه الموضوع، ولكن شويه مازال تجيني بزاف، وهي انه تلقاه يهضر على الالحاد والملاحده، تيبدا يهضر عليهم على انهم عايشين واحد الازمات نفسيه، انهم باغيين يامنوا، هذيك ديال ربما يود الذين كفروا. تيبداو يهضروا على الملحد وهما ما عاشوا حتى شي تجربه الحاديه، ما عاشوهاش. يعني هو فقط تعرف تجربه ايمانيه فقط. يعني تولد لقى راسو مسلم، ما دار لا شي امتحان نجح فيه والو، تولد لقى راسو مسلم. وهذه ديجا هذه القضيه ديال الجغرافيه ديال الاديان راه مشكل، تتبين ان راه ما كاين لا اله لا استحمص. لكن هو تولد لقى راسو مسلم، شنو يدير؟ تيعيش ديك التجربه الايمانيه، تيبان ليه واحد ملحد هادي، تيبقى يتقاتل معاه وتيقول ليه وانت راك ملحد، تتعيش واحد المعيشه ضنكه وتعيش في شقاوه حيت انت ملحد وما كرهتيش تكون مؤمن، وكون كنتي مؤمن باش عرفتيها. باش هاد خونا اللي هضرت لك عليه هاد من 5 السوايع ضيع شي ساعه تيهضر على هاد القضيه دي، ساعه يعني باش يثبت لي انا ديال الحق هو الاسلام. جالس تيهضر على الالحاد والملحدين بانهم راه مساكن، راهم تيفكروا غير في الانتحار. باش عرفتيها؟ عشت تجربه، انا عشت تجربه ايمانيه عارف كيفاش المؤمن تيحس، وعشت تجربه الحاديه عارف كيفاش الملحد تيحس. انا عارف حيت عشتهم بجوج تجارب. انت عشتي تجربه وحده، علاش تتحكم على التجربه الالحاديه بانها راه حنا نعيش في ازمه ومقوده علينا وتنفكروا في انتحار يوميا ولماذا الحياه؟ علاش ما تسدش فمك وصافي؟ يعني ماشي ضروري، حنا ما قلناش لك هذه ما تعداش على واحد التجربه انت ما عشتيهاش وتبغي تبين لنا بان راك انت فاهمنا احسن من راسنا. علاش؟ يا تفضل خويا. شكرا صراحه. هذه المشكله ديال ما الهدف من الحياه وعلاش كذا، وكيبقاو يديروا هاد الدخدوخ اللي كيديروا، اللي هما ما جربوش الالحاد وكيسحب لهم هما، حيت احنا راه كنا مسلمين ربما اكثر منهم واكثر منهم تدينا للاسف، عن تجربه ان الناس كيناقشوني هما ضعف مني، ما كيكونوش فاهمين، والحوار مع الشيخ راه بان لان شكون اللي ملم وشكون اللي غير ملم بالموضوع، لان ما جيناش كنا ناعسين وفقنا وقلنا مابقاش لا دينيين او لا تزندينا في شي كوكب اخر. فاحنا كنا مؤمنين حقيقه، وكنا مستعدين نضحيو بروحنا على هذا الدين هذا، وباللي لقينا داك الشيء ما راكبش وماشي معقول خليناه وزدنا. نقطه مهمه هي انه الان وانا لا ديني، وبغيت المسلمين يفهموني مزيان، ما الفرق بيني وبينكم؟ دابا انا لا ديني وانتم مسلمين، تعرفوا شنو هو الفرق؟ راه بحال عندنا نفس الحوايج، انتم عندكم نفس الطموح، نفس الاشياء، نفس الحوايج، انتم بغيتوا تزوجوا، ديروا الدار، تولدوا، اذا شي كلشي كتخموا فيه كنخموا فيه المسائل الدنيويه. الفرق اللي بيننا وبينكم حاجه وحده، هو انتم كتامنوا باللي بعد الموت كاين هناك جنه وجهنم وملكين مطرقه والسفافد، حنا ما كنامنوش بها. انتم كتامنوا بقاله نمله، حنا ما كنامنوش بها فقط. اما الشيء الاخر راه كلنا بحال فيه، نفس الطموح، نفس الاهداف، نفس كل شيء، حنا بشر عندنا نفس الطموح، نفس الحوايج بحال ما كاين فرق. الفرق هو في الايمان الغيبي عندكم نتوما. واش كتظن انت عندك احسن مني غير حيت كتامن بناكر ومنكر هذا الطارق؟ شنو؟ واش حيت كتامن بسليمان كيدوي مع الطيور صافي راه تحسن مني؟ اذا ايمانك. تفضل واش حاجه. نو مزيان. انا كنت باغي يعني نديروا شويه يعني هجمه مرتده، وهو احنا ركزنا دابا تنهضروا على بزاف على دلائل النبوه، وتنظن هذا الشيء انت علقتي عليه بزاف، انا هضرت عليه بزاف وهضرنا اليوم. واللي عنده شي سؤال يعني في المباشر، هذا الشيء شفت واحد قبيله تيكتب باننا اتفقنا، ولا كون عرفتي شنو وقع قبل الحوار كاع ما تقول السلام. انا مع الغليمه غير قلت دخلت كونيكتي تلاحينا بلا سليب في المباشر. الى عندكم شي سؤال في القضيه، ولا ماشي سؤال، الا عندكم زعما شي دليل ديال النبوه ما لقاوهش خوتنا، فلوحوا لينا شي حاجه اللي زعما صافي قاطعه. سينو
نديروا شويه هجمه مرتده. انت الغليمي شنو هي دلائل عدم النبوه بالنسبه لك؟ التوب نقولوا مثلا توب 3. فمساله يعني تحتاج وقت كبير حتى انا راه كنحتاجوا اللايف اصلا ما كنوجدش ليه، ولكن الحوايج اللي كيطعنوا في ان محمد ماشي نبي هو حياته اللي نقلوا لنا عليه انه صنع قانون وصنع شريعه وكان اول من يخترقها. فمحمد كسر جميع القوانين اللي وضعها، اعطى الزواج في 4 ضرب 12 ولا 13، حتى تشريع ملك الواهبات انفسهن، خواص النبي تقدروا تدخلوا تقلبوا على خواص النبي، كان ما كي يعني ينعس حتى يحزق، وكينوض يصلي ولا كذا تينفخ حتى يشخر وكينوض يصلي. فدار خواص النبي، كان يقتل، نام مع الاطفال الصغار، يعني مجموعه من سيره محمد كتبين انه ما كانش نبي. مساله اكثر من هذا هو انه من خلال الحياه ديالو كانت عنده مصالح وطموح وتوصل لها. اعطى تنبؤات وما صدقاتش. على سبيل المثال تعبير النخل، قال لهم سيدي، سولوه قالوا له ودي واش نديروا تعبير النخل يعني نلقحوا النخل، قال لهم لا. باللي جا العام ما صدقش داك الشيء، جاوبهم قال لهم اودي اهل مكه ادرى بشعابها. دابا كون جاب لاكس كون قال حق هذا ديال النبوه باللي غلط فيها وي مي بصح هذه لقاو لي هذاك الحل ديال كما قلت لك، زعما الناس تيعرفوا امور دنياهم راسهم، فهو ما يعني الا هضر في مسائل الدين فيتبعوه، الا هضر في مسائل يعني مسائل الدنيا فهم اعلم بامور دنياهم. مومو ماما قال لك واش بصح كواكم فقيه في صغركم؟ تعرف الغليمي دابا يعني هذه الفرصه ديالك واش تعرف. اللي كيسولوا هذه الاسئله هما ضحايا ديال خطابات كيروجوها رجال الدين والنصابه. ما بغوش يعيقوا بان رجال الدين راه كيلعبوا على الشيطانه ويتهمونا بالتمويل ويتهمونا بان عملاء وحنا راه ولاد هذه البلاد هذه. وما كنظنش ان الشيخ النهاري اعلم من المخابرات المغربيه واعلم من الحموشي اللي كل ساعه كتهز في بنادم. فلو كنا كنتمولوا من بلايص خارجيه وبغينا نزعزعوا العقيده ما كناش غادي نبقاو نتحركوا. حنا مغاربه عندنا قناعات، عندنا اسئله كنتسناو الاجوبه ديال عليها. ما عندكمش اجوبه، الا ما عندكمش اجوبه خليو الدين بشكل فرضي. لو عندنا مصالح ولا عندنا شي حقد على الاسلام ما غنبغيوش المؤمنين يكونوا مؤمنين. انا بالنسبه لي انا ونعاود المره ال40 انه ما عنديش مشكل مع الناس المؤمن كمؤمن، انا عندي مع المؤمن اللي جايب الدين ديالو وبغى يدخل لي في حياتي، يوقف عائق امام التقدم ديال البلاد، يوقف حجره عثره امام تغيير القوانين مثلا والحمله على النضال على وهبي باغي يبدل القوانين وهما نايضين كيغوتوا داخلين الايمان ديالهم. تلعب لاعيبه كره يوحلوها لينا حتى الكره ما يخلوش نتمتعوا بها. حنا باغيين نتفرجوا في الكره ما بغيش نشوفوا الارداف والفخاض. ما فهمش انا الناس كيفاش دايرين يتنمروا على الفنانين، يتنمروا على، فبالتالي هادو مدخلين الايمان ديالهم بين رجلينا، خصنا نصدموا عليه لا دخلوا برجلينا. وبالتالي الا شدوا الايمان ديالهم وخذوه بشكل فرضي ودوا المساجد هادشي اللي بغينا. فبالتالي واش انا كنطالب بحقي اننا كل واحد يشهد الايمان ديالو الشخصي ونتعايشوا؟ ما كيقبلوش. يقولك لا علاش كتناقش وكذا اذا راك واقف فقيه ولا بالعكس هذه اساءه للفقيه. كيفاش رجل دين يغتصب الاطفال؟ واش كتسالي انا مهما كان الحال شي دير واحد الطفل اغتصبوا الفقيه؟ انتم عندكم خلل في المعايير ديال الاخلاق. فانت تلوم الضحيه ولا تلوم المجرم؟ الا جبنا واحد الطفل وكثير من الناس تصيبوا اغتصبوا يعني فقيه، فانت مع من انت؟ واش انت كتلوم الضحيه ولا كتلوم المغتصب؟ فبالتالي انه لا كان فعلا كاين اغتصاب وهاد الناس يخرجوا من الدين بسبب الاغتصاب، اعطيني عدد الناس اللي تغتصبوا مازال على الدين، مازال مؤمنين. ثاني شيء راه الطفل اذا كان مغتصب راه خاصك توقف مع الطفل ضد الفقيه اللي كيما مع الضحيه ضد المجرم. ولكن الخلل فكيبغيو يماركيو علينا، ولكن كيماركيو على راسهم، كيبينوا بانهم راه الدين ما معنى ان فقيه يمارس اللواط على الاطفال. ما معناتها يعني ربما الفقيه راه هذه اساءه للدين، اساءه الاسلام كامل. فانا وي يعني غاده في هذا الاتجاه هذا. وقبل ما يعني نحط هذا السؤال هذا ديال ساجيس ممكن تقرا تشوف يعني توجد ليه واحد النقطه ذكرتيها هي ديال زعما ديك التخوين يعني ديما الشخصنه في عوض ما يكون الجواب. يعني نورمالمون انا لو كنت هنا فين تنقول لك انا الاخلاق ما عندهاش علاقه بالايمان والالحاد. اللي عنده اخلاق عنده اخلاق. انا لو كنت مثلا ما زلت مؤمنا وانت سولتي داك السؤال ديال دلائل النبوه بغض النظر على كيفاش دازت ديك المكالمه وهذه، انا كنت مثلا لو خرجت في فيديو باش نجاوب غنجاوب يعني ما نجاوب على السؤال. يعني ما غاديش نقول وهذا الضابع ولا هذا كذا ونبقى نشخصن يعني هاد السيد هذا الغليمي ما نبقى نشخصن فيه، لان هذه ليست ما تزيد ما تنقص حتى شي حاجه. هذه هضره انتقاميه ومحاوله ديال انك تنقص من واحد الانسان وتسبه فقط.
لكن من تنهضروا على المسائل ديال التخوين وديال هاد الناس هادو عندهم اجندات وهادي، وراه اللي عنده اجنده هما الحياه، اللي عنده اجنده راه هما الحياه، راه الحياه هما اللي ما عندهمش ولاء للوطن، راه الحياه هما اللي ما تيعترفوش بالوطن، الحياه هما اللي عندهم يعني هو في المغرب ولكن يعني بالجسد ديالو هو مغربي ولكن بالروح والوجدان ديالو بكل شيء داكشي من تنقول روح راه ماشي بالمعنى الديني، بكل شيء داكشي ديالو راه هو مع الامه ودوله الخلافه وداكشي، هو كاع ما مسوق للوطن، هما راه تيستعملوا داكشي ديال الوطن غير كضر الرماد في الاعين فقط، وهادو راهم الماسونيه وراهم ممولين وهادي، وراه انتم اكبر اعداء الوطن هما انتم. انا مغربي بلادي المغرب، تنموت على بلادي المغرب، صافي ما عندي فين عندي شي ولاء لابو بكر الملحد عندي شي ولاء لشي منظمه الحاديه شي حاجه باغا دير دوله الالحاد ولا نو نو، ولكن هما وانا عارف هذا الشيء لانني كنت وسطهم وكنت بحالهم وكنت منهم، عارف هذا الشيء هذا ليس لهم ولاء المغرب، وحتى واحد من الحياه ما عنده شي ولاء، يقدر يقولها بفمه ولكن في قلب ديالو ما عندوش ولاء، لا يعترف بالاوطان، لا يعترف، تعترف بحاجه وحده هو ان الخلافه غترجع، دوله الخلافه غترجع، وحنايا في واحد الوقت اللي الامه مستضعفه وهذه مننا، ولكن تنتسناو فوقاش نعاودوا نرجعوا الخلافه ونرجعوا هذا هو يعني هو راسهم راه في الخلافه الاجساد ديالهم في المغرب، ولكن راه يعني داكشي الاخر كامل في واحد الاوهام واحد الاحلام تيعيشوها، فهذا الامر هذا ننساوه تماما. تفضل جاوب على السؤال، الاخت قالت لك انت باغي غير تشرب وباغي تقصر وداك الشيء بلا ما يكون عندك تانيب ضمير. هاد الاخت المباركه واحد الاخ المبارك من السؤال. اوكي، فبالعكس بالعكس انا لو كان بغيت الجنس كون بقيت مؤمن نكحها بالفاتحه ونجيب 4 ديال العيالات نجيب 4 ديال العيالات كانوا وهذه مبرعين ولاد الذين، ونطلقها كانوا بكلمه مبرعين اخويا شحال. نصير ما فراساش هي غنطلقها فوالا. بكلمه، نطلقها بكلمه انت طالق ونجيب واحده اخرى ونقول لي تزوجتك على سنه الله ورسوله. بالعكس انا يا لا ديني والله اخويا نصير الازمه خاصك تلتزم مع انسانه واحده، خاصك تبغيها وفهمتي يعني مجموعه من الحوايج. ما فهمتي انا بالعكس نكون انا انسان عاصي مسلم عاصي ونبقى ندير داكشي اللي بغيتي ونبقى نستغفر الله يا ربي تسمح لي، وكنظن انه الا كان الجنس زعما كيمنعوا الاسلام وتطلي في البيران عامره بالمسلمين والدور الدعاره عامره بالمسلمين وفي الاخر ما مسوقش، نقدروا نعيشوا بهذه الطريقه لو كان مسالتنا مساله شهوانيه. بالعكس احنا عندنا مساله فكريه، ويا ريت انني نعيش حياه المسلم العاصي. ما اجمل والله نوصيك ما اجمل حياه المسلم العاصي، كيدير كل شيء، كينصب كيسرق كيغتصب. انا افضل لي نامن بالله غفور رحيم وندير هذه المناكر كلها كيحتاج عليا بها، ولا انني نعيش لا ديني وكنمارس الرقابه على نفسي، كنقول هذه اخلاقيه وهذه ليست اخلاقيه. ما متسنيش واحد الاله يحاسبني. الا انا غادي نصب على واحد الانسان ما خيرش من الله سبحانه وتعالى يعذبني ويدخلني الجهنم حيت كذا، حيت نقدر امن بانه غفور رحيم وان الله يغفر ما يشاء. عندي بارتو يعني اللي يعجبني والله يغفر لي ويبدل لي السيئات حسنات. ولكن في اللادينيه ما كاينش تبرير للجرم، لان جرم والجريمه جريمه، ما كاينش تبرير، ما كاينش اله غنمشيو نطلبوا عفاك راه حيت سرقت واحد قلب عليا. وبالتالي الاله هو لتبرير الجرائم، راه الجرائم لا اخلاقيه ولكن صنعنا الاله فقط للتبرير. فمثلا القتل شي حاجه خايبه ولكن كنصنعوا اله باش نبرروا القتل. كيفاش كنديروا؟ كنتجمعوا حنا كجماعه ونامنوا واحد الاله ونبخسوا من الاخر الدم ديالو ونعتبروا دمه دم كلب، دمه دم خنزير، وانه كافر وانه فاسق. بلاش بسبب الدين نبخس دم الاخر وكنقتلوه. بسبب الدين كنبخس الجسد ديال المراه، اما عبده، زوجة كافر ونمارس مع الجنس. لا، انا كنقول زوجة انسان، انسانه، وبالتالي لك اعتبرها انسانه من المستحيل نفكر نمارس على الجنس بالقوه وبالعنف وبالاغتصاب. ولكن لازم واحد الاله حيت هي ماشي بحالي غنطيح من الدم ديالها ومن العرض ديالها ومن الشرف ديالها ومن الكرامه ديالها. وبالتالي الدين هو هو صناعه الاله هو الوحيد اللي كيبرر لك اغتصاب الاخر ويبرر لك الظلم ويبرر لك السرقه ويبرر لك اي حاجه خايبه كيبررها الدين. وبالتالي علاش المسلمين كيمشيو كيغزيو وكيجيبوا العيالات؟ بررها لهم الله وعلى بالهم انه شي حقيقه، هذاك الشيء راه حق وهذاك الشيء راه واجب على المؤمن يديرو، يغتصب ويسرق. انا ما كاين حتى شي حاجه كتبرر لي نسقط نظام. دابا انا جالس وهنا غادي نوضح لها مزيان واسمحوا لي الا طولت بزاف المهم السؤال. دابا انا جالس ما عندي حتى شي كائن اللي يبرر لي اغتصاب واحد الدوله واسقاط نظامها ونجيب السبايا والفلوس ديالها. ولكن شيخك ياسر العامري عنده اله كيبرر ليه كيفاش يمشي لدوله ويسقط النظام ديالها ويستولي على الاموال ديالها ويغتصب النساء ديالها. اذا انا ما عنديش اللي يبرر لي، هو عنده اللي يبرر ليه. انا ما عندي حتى مبرر لقتل ياسر العامري. ياسر العامري عنده اله يبرر له قتلي انا لاني مرتد.
واش فهمتوا الاشكال المعايير؟ انا ما فهمتنيش الناس هذو، وبالتالي الاله هو اللي لا كيبرر هو ماشي الجرائم. هو اللي يقتلك، نو غير باش يفهموا الناس، ماشي ياسين العامري اللي يقتلك، ولكن ياسين العامري يقدر مثلا يشدك ويديك عند امير المؤمنين يقتلك. ولكن انا وهنا انا كنوضح. لا هي بالنسبه لك انت راك مقتول في الاخر، ولكن باش ما يجيش، حيت هما دابا تيدير لك محاضره في يوتيوب فيها ساعتين باش يبين انك غلطتي، بانك انت تقول بان ياسين العمري عنده الحق يقتلك، وهي لا، هو يعني امير المؤمنين هو اللي عنده الحق يقتلك. فباش نكونوا واضحين يعني راه الجنويه ما غتكونش ديال ياسين العمري. ولكن دينيا نصيك يقدر يقتلك هو، عبد البر الريم يقدر يقتلك هو، ولا يقتل مسلم كافر، لا يقتل مسلم. انا بين دليل ولا وي باوي معروفه هذه. هذا بحال هذاك العمال يقتل مرته نوستيك وقال نوستيك والله يشهد ان دمها قد ناري دمها هضر مشاكل. هما الاشاره هما هذه الاشياء اللي تذكر فيه دابا، هما هذا الشيء ما باغيينش يناقشوه، راه دم سنانهم هما هو نقاش هذه المواضيع هذه. يعني هذه ما يبغيش يناقش فيها، هو يبغي يناقش معك مثلا وجود الاله، يناقش معك هكا شي بلاغات القران، اعجاز علمي، ولكن ما يهضرش معك على الاخلاقيات ديال الدين، ما يهضرش معك، ما يبغيش لان يعني واخا كاع تكون مناظره، وانا ديما تنعطي نفس الاسف الى ديجا سمعتوا هذه الهضره بزاف، تنعطي هذا النهار درت المناظره ديال حول جهاد الطلب مع هيثم طلعت. في الترتيب للمناظره كنت تنقول لها انا اختار انت الموضوع اللي بغيتي، يعني اي موضوع اسلامي نتناقشوا فيه. قال لي هو نو اختار انت. قلت واو عجيبه هذه القضيه هذه، انه هو يقول لي انا نختار. قلت لي انا ما عندي حتى شي مشكل، اي موضوع ديال فيه اشكال نتناقشوا فيه. قلت لي شنو هو شي يعجبك مثلا نهضروا في الجهاد الاسلامي؟ قال لي زوين، قال لي موضوع الجهاد الاسلامي. قلت واو والله عمرها دارت خونا. قال لي ولكن بلاتي راه وباش غنهاجمك انا خاص شبكه. قال لي باش غنهاجمك انا. قلت لي كيفاش تهاجمني؟ راه غنديروا مناظره على الجهاد. شنو انا غنبين شنو خايب وانت تبين لي زوين؟ هذا هو، انت تتقول بان الاسلام زوين، اذا غتبين داكشي الزوين ديال الجهاد، وانا تنقول الاسلام خايب نبين داكشي الخايب ديال الجهاد. واش ماشي عدل هذا؟ قال لي لا 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 لا. قال لي انت تبقى تضرب في الاسلام وانا ما عندي باش نهاجمك، انت ماشي يعني ما عندكش دين وانا ما نلقى باش نهاجمك، خاصنا نديروا الجهاد ولا ادريه. تصور ماشي ديال المهلوانيه. انا قلت فقلت انا باش ما تضيعش زعما المناظره، يعني نديروا مناظره ماشي مشكل. قلت لي زيد اخويا الادريه ما عندناش مشكل والمشكل كون غير ما زادهاش، لان من بعد قال ديك القصه العجيبه ديال الملحد فجر نفسه. سلام، كان يو اكسبلين سوره الزمر اكسبانشن كيفاش اكسبانشن؟ شرح اخويا الاكسبانشن، داروا شي اكسبانشن ديال سوره الزمر، يعني زادوا فيها شي حاجه ما بدلوا السميه سبت الله جي ابديت ولا سوره الزمر واقيلا ولا سبت شي باتش ولا شي ابديت ولا اكسبانشن اوف ذا يونيفرس. كيفاش وصراحه لنا صاحبي، انت تقول لي يا صاحبي سوره الزمر اكسبانشن، الله يهديك يا صاحبي. شوفوا الاخوان هذه نصيحه لجميع الناس، ملاحده مؤمنين، ما تيهمناش حنا تنهضروا على الاسلام عنده قواعد، كاين قواعد، كاين امور، يعني كاين حوايج اللي مبني عليهم الاسلام. القران ما تيتفسرش بالراي، القران تيتفسر بالاثار. هذه يعني سطر عليها، ما يمكنش اي واحد يبدا يفسر القران بالراي ديالو. هذه الحياه كله ما يديروا لي جيم، ياك انت ياك الغليمي واش يدير لي جيم؟ ولكن القران يفسر بالاثار ماشي بالراي. اش كيحاربوا الفايد وكيحاربوا القرانيين؟ هذا حرب. وي اوكي، انا غادي مع خونا يفسر بالاثار. شنو هو الاثار؟ الاثار هو كلام الرسول او الصحابه او التابعين، وهذا الشيء يعني بحال من تشير بحجره على بوبريس، فهمتي؟ داكشي بالتتابع، يعني كلام الا كان الرسول مفسر الايه سالينا، الا كان الصحابه مفسرين الايه سالينا، الا ما كاين لا رسول لا يعني بالتتابع، الا ما كاينش الصحابه وما كاينش الرسول تنمشيو للتابعين. فهذا هو التفسير بالاثار. انت غتمشي واحد الايه اشكلت عليك، اوكي، ايه اشكلت عليك، القران كله مشكل، المهم غتلقى شي ايه ما فهمتيهاش، ما عرفتيش اسباب النزول اش واقع شنو، هذه غتمشي للتفسير ديال القران، غتقرا شنو قال الرسول ولا الصحابه ولا التابعين على ديك الايه، انت فهمتيها. ما غتلقاش تما شي حاجه علميه، غتلقى غير التخربيق. نقول لك من دابا الا تتقلب على شي حاجه علميه ولا ما غتلقاش الاعجاز العلمي في تفسير الطبري، ما كاينش، ما غتلقاش. وهذه هذا الشيء اللي خاص دير، يعني نورمالمون الاعداء ديال الاعجاز العلمي راهم هادو، راهم من الحياه.
ضد الاعجاز العلمي، لان الاعجاز العلمي هو التفسير بالراي، والحياه مع التفسير بالاثار. فما تجيبش لي انايا لا راه كاين كذا، راه الكون يتوسع واثبت العلم الحديث وداكشي، ما كاينش هذه الهضره هذه. حنا تنتبعوا كيفاش داكشي خدام. الا جينا حنا ناخذوا الكلام على ظاهره يعني نبقاو نقولوا وهذه مسيعون راها فيها حاجه علميه. والرسول من قال الابذر قال ليه بان الشمس تمشي تتغرب تمشي تتسجد تحت العرش ولا هذه كي كنديروا لها هذه. من قال الملك موكل بالرعد، من قال لك الصهد وهذه تيجيو من جهنم. كنديروا حنا لهذه المشاكل هذه كيفاش غنحلوها؟ راه نفس المشكل، يعني راه خاصك تستعمل نفس المعايير في التعامل مع النصوص. اسمح لي الغلي ما قطعتك في الهضره، كمل. لا بالعكس. بالعكس، ولكن نسيت كنا نقوله. صاحبي راه القرع في المضرب تيطوش دمه صاحبي. فهي هاد المعركه اللي مع هاد الناس هادو ما عمرها غادا تسالي هنا صديقي نوستيك. طبعا ما عمرها غتسالي، غيبقاو دائما يقلبوا لنا على شي تخريجه ولا كذا، وغيجيبوا لنا الاعجاز العلمي كما قال الصديق. المساله ديال الاعجاز العلمي فيها مشكل. دابا كتلقى ورقه علميه راه مجلد كيجاوبوك هو به بكلمه فضفاضه، رتقا ففتقناهما، رتقا غيخرج منها هو البيج بانغ كي درتي ليها. كيفاش رتقا راه غتخرج من الاعجاز العلمي؟ بعدا كيجي كيقلب على كلمه فضفاضه وغيتلصق انت بنظريه. فوقاش كانت نظريه عباره عن كلمه وما قيمتها؟ ما قيمه كلمه محطوطه في واحد الكناش كتعبدوا بها. واحد النهار واحد غادي يحرق دمه ويجيب نظريه متكامله وتجي انت تلصق على حاجه مذكور لفظ كيتشارك معاه في شي تخربيقه في بعدك اللفظ، كلمه فضفاضه، وتبقاو لاعبين المعركه غبيناتكم. راه غبيناتهم دابزين بعدا في التاويل، واش هذاك هو المعنى ولا ماشي معنى. والاشكال اللي راه هما اللي غيضربوا به باللي حنا غنجيبوا نظريه، لان النظريه العلميه راه نقدر نردوها، لان النظريه العلميه تردوها نظريه علميه اقوى منها. فما يمكنش انت تبقى تدور معايا رتقا فتقا البيج بانغ. يجي واحد العالم يرد البيج بانغ تجز الايه ديالك وتعوجها وتقول لي لا راه هذا هو المقصود بها وتعوجها وتاولها. وبالتالي كل واحد كيقول اللي بغا، كل واحد يجيب فمه ويقول في مساله الاعجاز العلمي. فما كاين لا اعجاز علمي لا والو، لان النظريه العلميه راه ماشي عباره عن كلمات فضفاضه. فاعطونا الواضح. الاعجاز العلمي ما عنده حتى قيمه، ما عنده حتى معنى، هو فقط نصب واحتيال. ولا جينا على الاعجاز العلمي غنمشيو للكتب السابقه فيها اعجازات علميه. هي محاوله للترقيع، يعني باللي فشلوا في المشاكل الاخلاقيه والمعضلات اللي كاينه في الدين، لجؤوا لهذه المساله ديال الاعجاز العلمي ولا يجيبوا لنا شي تخربيقه. ف بحالاش مثلا نقول لك مثلا ان محمد كيف عرف ان الجنين على سبيل المثال كيفاش كيتكون، ولا جبنا شي نفترضوا انها حقيقه علميه. فحقيقه علميه ولو لقينا في الايه ما كايناش، ولكن لو لقيناها انها حقيقه علميه ما فيها حتى شي حاجه خارقه. ما فيها حاجه خارقه، عاديه ان واحد الانسان غيجيب شي معلومه وغتكون حقيقيه. وفين كاين المشكل؟ باش عرفتي انه جاب من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المشكل. بمعنى لا كان اي واحد قال واحد الكلمه في واحد الكتاب وكانت حقيقه ولقيناها في المستقبل، فاحنا شنو غنقول على اينشتاين وعلى باقي العلماء اللي جابوا لنا نظريات وجابنا معادلات ولقيناها وكانوا هم الاولين كيكتشفوها؟ فعلاش هذا قالها راه نبي وهذا قالها راه غير عالم وصافي؟ فما خاصكم واحد المعيار اللي يكون واضح، وماشي اي واحد يدعي لكم النبوه بطريقه معينه غادي تصدعونا بها. لان المعجزات راه ماشي دليل على ان محمد تواصل مع الله. لان في كتاب ديال ابن تيميه دلائل النبوه كنظن الصفحه 40 كيتكلم على مجموعه من الناس داروا خروقات بحال مسيلمه الكذاب ولا بحال الاسود العنزي ولا غيرهم. جابوا خوارق وقولبوا الناس. وبالتالي هذا الفعل هذا واخا انه خارق راه ماشي دليل على انه ما يتواصل مع خالق الكون. او لا مثلا الصحراء اللي تلاقوا مع موسى في المناظره ان فرعون كانسان محايد، انت هو فرعون نوستيك لعب دور فرعون، وغيجي عندك واحد يقول لك واخا وغادي توضح لك مساله، فانت هو فرعون جالس مع ليك ما بيك، جيت عندك قلت لك انا كنتواصل مع الله، قلتي شنو الدليل؟ لحت عصا ولا تحنش. دابا انت شفت هذا الفعل هذا ما علاقه انت لحتي عصا ولا تحنش كتواصل مع الله؟ مشى جاب الصحراء جمعهم وداروا موعد يوم الزينه ان يحشر الناس ضحى وداروا المناظره. الصحراء لقاو الحبال ولا عصي ولات حنوشه، وهو لاح العصا ديالو ولا تحنش. اذا شنو غيستافد فرعون هنايا؟ والو. هادو سحاره وهذا ساحر بحال. شنو اللي كيميز ان هذا كيتواصل مع خالق الكون؟ ها ما داروش الخرق، نفس الخرق. هادو احنا صاحبي شوف دابا حنايا في القرن دابا حنا تنهضروا على الذكاء الاصطناعي وتنهضروا هذه ومازال مقاتلين اصحابي مع العصاي والحناش وفرعون. والله حتى مشكله بالله، والله الا تبقى تفكر ولا خاصنا ديما راجعين معاهم للوراء. فبالتالي وديما مرجعين للوراء صاحبي، ما باغيناش نزيدوا لكن النقطه نصيك انه بلي لاح هو العصا، هو محايد في دور الحياد، فرعون في دور الحياد، موسى لاح ولا عصا، لاح الاخرين لاحوا عصاتهم ولا تحنش. اذا هادو راه بحال هادو، ما كاين فرق، ما كاينش فرق بيناتهم.
فبالتالي شنو كيفاش هادو غير السحاره وهذا راه كيتواصل مع الله، كي غدير لك كي غنطالق انا هادو لاحوا عصا ولات حنش وهاد العصا ولا حنش، لا هادو سحاره وهذا كيتواصل مع الله. كيفاش نعرفوا الساحر ملي كيتواصل مع الله؟ موسى في الثاني تفوق، لا عصاتك لا الحنوشه ديالهم، فين هو داير التواصل مع خالق الكون؟ لا راه غا موسى غلب الصحراء، وهنا الذكاء ديالك كنوستيك لانك هو فرعون، فقال انه لكبيركم الذي علمكم السحر، راه غا الواعر فيكم، اذا الواعر فيكم راه ماشي كيتواصل مع الله. وفرعون راه ذكي على هذا القالب هذا، وعاقب بانه غنصاب غلبهم صافي، يا غلبتيهم اخويا، فين هو داير التواصل مع خالق الكون؟ لان هنا فين تعاوتاني ذاك الخرق للعاده، المسائل الخارقه للعاده، راه هذا راه اكبر ادعاء هو هذا. كاين شي ادعاء اكبر من هذا؟ هو انك تجي وتقول واي كاين ادعاء اخر هو تقول انا والله ولكن الادعاء اللي موراه مباشره هو انك تقول انا تنكومونيكي مع خالق الكون. وهنا راه واخا دير اللي درتي راه صعيب، راه اصلا انا تنظن بان راه الدليل النبوه ما خصوش يجي من محمد، لان اللي دار محمد من المفترض ان حتى واحد ما يتيقوا، لان انت تقول راني متواصل مع خالق الكون، راه شنو هذا الدليل اللي تقدر تجيب لينا باش حنا نامنوا بك؟ ما يمكنش. اذا الدليل خص يكون شي دليل خارق ديال الله، هو يتدخل ماشي يتدخل بشي حاجه اللي فضفاضه في شي ما نعرف يلوح الجراد على شي قوم. وي شنو بغيت كفره باش نماركي دابا سير دابا سؤال ان الله جاء الله قال لكم انا والله، واش نتيقوا ولا ما نتيقوش؟ كيفاش غنعرفوا الله؟ احنا ما بقيناش غنعرفوا الانبياء، نعرفوا الله. دابا جا واحد قال لكم انا الله، شنو هي الحاجه في نظركم اللي يديرها نقول اوكي هذا والله؟ يحيي ويميت. واش الاحياء والاماته دليل على ان ذاك الشخص والله؟ هو المسيح الدجال كيتكلم معاه طبعا نو. وي هو راه مشكل، هو الاحياء والاماته راه عندك المسيح الدجال، ينزل الشتاء المسيح الدجال، جنه وجهنم، اذا كيفاش غنعرفوا حنا الله؟ دابا هو غيجيكم واحد غيدير الخروقات وغتقول برغم الخرق، واش كاين شي حاجه اكثر من الاحياء والاماته؟ شوف هنا مشكل، ودابا واحد غينوض لك باك وعاود يقتلو وغتقول لي لا راه ماشي انت والله. كيفاش غنعرفوا الله بالطريقه هذه؟ كي غادي تعرفوا الله؟ يعني الخرق ماشي داير حتى شي حاجه، علاش ما غتيقوش؟ يلاه افترضوا ان الله جا قبل المسيح الدجال باش يختبركم، باش يختبر الله بغى يختبر، افترضوا ان الله غيجي المسيح الدجال، انا غنسوق المسيح الدجال وغنشوف واش يامنوا ما يامنوش. في نظركم شنو الحاجه اللي يدير الله باش تيقوا راه والله؟ شنو غيدير؟ ما كاين والو. وانا انت قلبتي على كفره باش تماركي، انا بغيت كفره. هادشي كامل راه ماشي منطقي اصلا، فهمتيني؟ الكون كامل بهذا الشيء اللي وقع كامل، وانقراض الحيوانات كامله، وهذا الحزاق هذا كامل تيبين بان ما كاين حتى شي واحد تيخطط ولا تيقاد ولا شي حاجه، ما كاين والو. تصور صاحبي انت بنادم جالس العمر الكون شحال 14 مليار عام، 13.8 مليار عام، والسيد جالس مريح مخلي كل شيء تيتساطح حتى هذه 300 ألف عام. هذا تصوب الهومو سابيان، وغير تخيل انت ذاك الهومو إريكتوس وشنو كان تيجرب فيه، نياندرتال داكشي كامل، الى الناس تيامنوا بالعلم طبعا. فهاد يعني هاد طفات عليه الشمعه هو قبل 6000 عام مع حسب الاديان، ان ادم جاء وهذا بدا تيدير المعجزات وداكشي غير منطقي. هادشي كامل غير منطقي، ما عنده حتى شي يعني الانسان اللي تيفكر ما عنده. حنا تنتعاملوا ومازال تنتعاملوا مع الاديان برفق، وتنتعاملوا مع سورتو حنايا لاننا من خلفيه اسلاميه، مازال تنتعاملوا مع الخرافات ديال الاسلام، تنتعاملوا معها بواحد الحنان وبواحد الرفق وبواحد الحرص. علاش؟ لان حنا تشبعنا بها من كنا صغار، هذا هو السبب فقط. اما هو في الاصل لو حنا ما كنا عارفين والو على الاسلام وجيتي بديتي تقول لي شي حوايج اللي تيامنوا بهم المسلمين، نورمالمون خصني نضحك، نورمالمون خص يجيني داك الشيء غريب لواحد الدرجه لا تتصور. لكن حنا حيت تشبعنا بداك المسلمات الايمانيه في صغرنا، مازال تنتعاملوا. انت قبيله مثلا تتهضر على الصحراء ديال فرعون وداك الشيء وانا متابع معاك زعما انا وتخيل دابا انت شي واحد شي نوي ولا ما نعرف تيسمع هذه الهضره هذه، ما يبقاش مخرج عينه وتيقول منين جاو هاد الناس هادو، اش تيقولوا؟ كيفاش عاود انت هاد المعجزات هذه عاودها مثلا لشي واحد ما عمره سمع بالاسلام، اجي تقول ليه راه واحد خونا طير الابابيل، واحد خونا كان في الغار جا قج واحد الملاك قال له اقرا، يشوف فيك بحال هكا يقول لك اش تقول. حنا مازال عندنا هاد بحال مازال مأثره فينا، ما صعيب نحيدوها. هو ان مثلا تيجي واحد اللحيه وتيبدا يعاود لك حتى هادو مثلا اللي تيجاوبوا دابا ولا هادي راه تينطلقوا من ديك القضيه ديال انت راك تولدتي مسلم، فتيبدا يدوز لك شي حوايج. هي نورمالمون هذيك اللحيه من بدا يهضر خاص كل كلمه تحبسو، تقول لي حبس المرقه، اش تقول؟
اش تتقول؟ شنو تتقول؟ هضر معايا بشيء منطقي، ما تبقاش تعاود لي انا الخريف. ما تجيش عندي تقول لي السيره دليل على ان انسان تواصل مع الله. حبس المرأة. فهو هو حيت هو كابر بديك المسلمات تيصحابوا انه الا هضر على ديك الخرافات راها منطقيه حيت هو كبر بها، وتيتسنى بان انت غادي تقبلها لان انت بحال اللي راه مسلمات هذه زعما شوف انت راك عارف اصاحبي المعجزات وعارف انا راه تخربيق هذا الشيء هذا. سي محمد حباس اش تقول لي؟ فهذا هو انا تيبان لي هذا غيبقى اشكال كبير، وخاصنا نوليو يعني هازين ستيلوات حمرين كبار، ان من يبدا اللحيه يهضر تبقى توقفوا في كل كلمه، ماشي ما تخليهش يدوز جوج جمل 3 الجمل يدخل فيهم واحد 4 5 المسلمات وشي لعيبات هذه. كل كلمه خصو يحبس فيها، كل كلمه اجي شنو هذه، كيفاش هذه، شنو كيف ندوزتيها زعما هكا، شنو ما فيها والو ولا كيفاش؟ حبس شرح لنا هذه هكا. غادي حتى هما ربما غيفيقوا من ديك الغيبوبه ديال ان هذيك غير مسلمات كبروا عليها ولا تتبان بحال الناس اللي تيعلقوا دابا. انت تشوف شي وحدين دابا تيعلقوا تبدا يقول لك وانت غتمشي عند الله ويكون عندك حساب، وانت هذه بحال اللي زعما تيخلعنا بشي حاجه اللي هو عنده مسلمات راه كاينه جهنم وفينا هو الدليل على جهنم؟ راه ما كاينش. راه انت خلعوك بجهنم في صغرك حيت تولدتي في اسره مسلمه فقط. كنت ولدتي في شي اسره بوذيه ولا شي حاجه ما كنتيش قاعد تسمع شي حاجه على جهنم ولا ونسهل عليه هاد الناس المؤمنين غالبا انهم مسلمين انكم كتسمعوا جهنم وبئس المصير وكذا كتخلع. حنا بلي كتقول لنا كيفاش ما كنتخلعوش. انا نعطيك نفس المثال. لا دابا ناض مسيحي وبدا كيوعدك راه غتمشي لبحيره الكبريت، شنو الشعور ديالك انت كمسلم؟ شنو باش تحس ناض مسيحي الا ما امنتيش بيسوع غيشدك الله غيخشفك شي زفود ولا شي لعبه؟ ما غتحس والو الصاط. وانا نفس الاحساس فيك صليب وبحال كنت هدتي مسيحي غيخشي فيه شي زفود ما كاين والو. نفس البلان نفسها كيما انت كتحس هو لا هضرتي مع على بحيره الكبريت غيتخلع واه يسوع يعذبني وانت ما غتحس والو. اذا راه مساله غير نسبيه، راه بحال شعورك بلي كيهدوك الاديان الاخرى ولا هدك شيعي بانك لما لعنتيش ابو بكر دخلتي الجهنم. نفس الشعور ديالك نفس الشعور ديالنا بحال ملي كيهدك واحد مخالف. لا قلتي لنا هدتكم داروين نتخلعوا، لا قلتي داروين غياكل الدود لا حنا جانا ديال داروين. غير المساله ديال يعني واحد الاشياء اللي خاص تبان منطقيه للناس اللي تيامنوا بالمنطق. هو وربما نختم بهذه القضيه اخي الغليمي، عندي بعض الالتزامات. فلو كان فعلا اله الدنيا ديالنا ما كانتش تكون بهذه الطريقه هذه اطلاقا، لان كاع هادشي اللي في العالم ديالنا تيثبت بان ما كاينش اله. لكن لو كان اله كان على الاقل الناس كلهم خصهم يكونوا بحال بعدا. كل شيء الا هو باغي يدير واحد الاختبار ما عرفتش شنو هي الفائده ديال الاختبار هذا علاش جهنم هذه وهذا الصداع هذه كامل باغي يحرق الناس، ولكن نتجاوزوا على هذا الشيء كامل. ولكن على الاقل خاص الناس كلهم ينطلقوا من نفس البلاصه، يكون عدل، ينطلقوا من نفس البلاصه. ماشي واحد تولد في اسره مسلمه صافي مولود والاسلام هو الدين الحق، اذا هذاك مولود بمعلقه ديال الذهب في فمه. لا، وهذوك الملاير اللي تولدوا في اسر ماشي مسلمه خصهم يتقاتلوا ويمشيو يسمعوا الشيخ ديدات ويموتوا هذه باش يسلموا. وهذا التخربيق هذا سهلتي لي منوستيك وستاتيستيكمون سهلتي لهم ولكن بديتي تسهيل درتي مع منوستيك. ولا خويا زاديتي مسلم والدين الصحيح هو الاسلام، ولكن زاديتي سلفي والدين عند الله الاشعريه وانت كتسي الله بيان سير. هذا كان يعني راه نقدروا نبقاو غاديين وانت راه الامه تفرقت على 73 فرقه وكل فرقه هذه في النار. الا ما خلينا نقولوا احنا مثلا دابا المشكل لو كان كاين حقيقه مطلقه فعلا وكاين اله فعلا كان شنو غيكون؟ اغلب الناس غيميلوا لذاك الحقيقه. اللي تنشوفوا في الواقع هو العكس. تولدتي في اسره عندها واحد الدين تقريبا 100% تتموت على ذاك الدين. هذا هو الواقع. هو الواقع. يعني هذاك اللي تولد في الاسره ديال الدين الخطا ديك المعلقه ديال الذهب كان طالعه معاه ماشي في فمه. فين هو العدل؟ فين العدل في مساله الذكاء؟ يعني واحد الانسان مثلا ذكي وصل بان الاسلام حقيقه ومشى قرا وهادي وفيلسوف وماتيماتيسيان وعرف هادي، وهذاك اللي مجلج عنده الاكيو فيه 69 وتولد لقى راسو في المكسيك تيرعى الغنم. كيفاش غيولي هذا مسلم؟ كيفاش غيوصل هذا لهذه الحقيقه المطلقه هذه؟ ولا صافي هذاك غيمشي لجهنم حيت واحد عنده الاكيو طايح جليجه. واخا تجي تقول ليه راه الاسلام دين الحق ودين هذه ما يامنش حيت هو مكلخ مثلا، ما عندوش غبي تيعرف غير الطاكوس وتيعرف هذه. يعني الدنيا ديالنا كلها فيها هذا عدم العدل. يعني هذا اللي تيبين بان راه ما كاين حتى شي واحد تيسير، راه ما كاينش راه حتى المؤمن تيعيش حياته معتمد على راسو تقريبا. راه يقطع طريق خصو يحظيه ما تيقولش لك
الله غيحفظني يعني تيعيش بحال ما كاينش الله، ولكن هو تيامن بان راه شي واحد تيسير وهكا كل هذه، ولا وقعت ليه شي مصيبه غادي يلقى لها شي حل صافي. لو وقعت شي مصيبه كونسير ولا شي حاجه هذا ابتلاء، وقعت لشي كافر شي حاجه هذا عذاب، فتيبقى يقاد داك الشيء على حساب يعني الامور ديالو، ويستر المؤخره ديال واحد الاله وهمي بانه راه لا راه داير خدمته وعنده حكمه وعنده كذا. فهذا يعني هادشي اللي بغيت نختم به صديقي. الا بغيتي تختم شي كلمه ونجمعوا ونطويو. شكرا صديقي نوستيك. بغيت نقول بان الناس المخالفين اللي دايرين واحد الحمله ديال الردود، نتمنى انهم يدخلوا في صلب الموضوع، لان المكالمه كلها عباره عن سؤال دلائل النبوه، فدخلوا لدلائل النبوه بدل انكم تقعدوا تسبوا وتشتموا وتلعنوا، لان في الاخير راه كتبينوا على مستواكم وعلى ان النيفو ديالكم طايح بزاف، وما غاديش تقدروا تخوضوا في صلب الموضوع، لان ببساطه ما عندكمش ادله وما عندكمش اجوبه شافيه كافيه على السؤال ديالنا المشروع، وما غاديش نحاولوا نطيحوا معاهم لديك الغبره والعجاج باش يتلفوا الناس على المبحث. فالبحث هو دلائل صدق دعوة محمد، غيبقى قائم السؤال. شكرا لك صديقي نوستيك، وراه ما عندناش مشاكل شخصيه مع حتى شي واحد. المشكله هي دلائل النبوه لحد الساعه، سؤال مشكلتنا سؤال ماشي شخص. هذا اللي بغيت نقول. شكرا بزاف نوستيك، ونتلاقاو في شي بث اخر في شي موضوع اخر. انت اثرتي بصيغه الجمع، قلتي ما عندناش مشاكل، يقول